مساء الخير وحلقه جديده في دائره الضوء على النهار رياضه. النهارده بعد 10 دقائق من دلوقتي هيكون معايا الدكتور مايا صبحي المتخصصه في الماسونيه. وطبعا ناس كتير بنسمع كلمه الماسونيه والناس بتفسرها على كيفها وفاكر الماسونيه الصهيونيه او الماسونيه، انما ده موضوع طويل جدا. انما الماسونيه المتنورون اللي هم بيحكموا العالم من فتره طويله جدا. على اي حال القضيه بتاعتنا النهارده هنتكلم فيها هيبقى الكلام عن الغزو الفضائي. احنا دائما بنسمع عن فكره الغزو الفضائي، الافلام اللي بتطلع لافلام الخيال العلمي كلها. علينا ان نربط ما بين ما يخرج من الافلام وبين ما ايه اللي هو جاي. لما طلع قبل 11 سبتمبر قبل وقوع البرلين طلع فيلمين عن ضرب البرلين دول بنفس اللي حصل طلعوا، فتكتشف ان هم دائما هناك تمهيد لاشياء بتتعمل، خاصة ان هوليود مش بعيدة عن الماسونية، انها هي داخلة في الاطار وبيصرف عليها، وحكاية كبيرة وطويلة جدا. الغزو الفضائي وحقيقة والابعاد التاريخية ليه والاطباق الطائرة والحدوثة دي كلها هي محور حلقة هذا اليوم ان شاء الله مع الدكتورة مايا صبحي. تعالوا بقى نشوف احوالنا النهارده. الحقيقة يعني انا ما اعرفش يعني كل الكلام دلوقتي دعوة الى الاستقرار، ودعوة إلى التوحد، ودعوة إلى الهدوء، ودعوة إلى كل شيء. في وسط هذه الدعوات كلها اللي بتتعمل وكل الناس دلوقتي وكل واحد النهارده بيقول احنا تعبنا، عايزين ندي فرصة بقى حتى للرئيس يشتغل، الناس تشتغل بقى. في وسط ده كله تطلع فتوى من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، هيئة شرعية اسمها الحقوق والإصلاح. يعني الهيئة دي أكيد مشهرة تحت هذا الاسم، ما تقالش فيها الحقوق والإصلاح والفتوى، اتقال بس الحقوق والإصلاح. الفتوى بتقول ان اللي يهني المسيحيين حرام، اللي يقول للمسيحيين كل سنه وانتم طيبين حرام. المشكله ان الهيئه ديت في عضوتها المهندس خيرت الشاطر ودكتور صفوت الحجازي والشيخ ياسر برهامي. يعني اسماء، يعني لو كانت حد من زي اللي سمعناهم كده بيطلع يقول قتلانا في الجنه وقتلاهم في النار، هنقول يعني واحد بيقول اي حاجه. انما لما تطلع فتوى بهذا الكلام، السؤال هنا بقى، السؤال المهم هنا، هل فعلا احنا عايزين نهدي البلد ولا عايزين نولعها؟ لما تطلع فتوى زي ديت، هل النهارده لما يبقى النهارده بنعمل ده، هل احنا بنهدي البلد وعشان ندي فرصه فعلا للرئيس عشان يشتغل ويعمل، ولا احنا عمالين نعمل له الغام قدامه؟ ولا ايه المقصود بالظبط؟ ايه المطلوب بالظبط؟ وايه الفكره بالظبط؟ خاصه ان الدين الاسلامي القرآن ليس هنالك ذكر في مثل هذه الأمور. السنة ليس هناك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الكلام، بالعكس احنا لو تأسينا بالرسول عليه الصلاة والسلام هنلاقي حاجات جميلة جدا في هذا الموضوع. طب ايه ليه بيطلع كده؟ بتتعمل ليه؟ يعني هو السؤال ده هنا النهارده بنعمل، هل احنا مش عايزينها يعني هل المسألة غلطة وعدت؟ هل المسألة في حاجة بتدبر؟ هل هو ضغط لشيء تاني؟ ما حدش واخد باله ايه اللي بيحصل. بس في الأول وفي الآخر احنا عمالين نمزع في جسد الوطن. ما هو لما حبوا يقسموا السودان سابوا الحكومه بتاعت البشير، ما كان الحكومه دي الانقلاب ده ممكن ما يحصلش، يعني عشان بس نبقى فاهمين. يعني سابوها تيجي بس لان عارفين انها هتطبق الشريعه، وعايزه تطبق الشريعه فين بقى؟ في الجنوب، لان تطبيق الشريعه ده هيبقى هو ده المسمار الاخراني في نعش السودان الموحد، السودان اللي احنا عارفينه. لان حضرتك هتطبق الشريعه فين بقى؟ ما في حقوق انسان وفي عالم والكلام ده. لما توصلت لغايه لما اتعمل التصويت والاستفتاء وخدوا راي الناس كلها وانقسم السودان بايه؟ لما قال له هنطبق الشريعه على المسيحيين هناك في البتاع ده، وقطع ايدهم ومش عارف اعمل ايه والكلام ده، الكلام اللي ده اهل البلد اتقسمت. احنا النهارده لما نيجي نتكلم بنقول للمصريين، عمر المصريين عرفوا حاجه اسمها بالذمه مسيحي ومسلم؟ هل احنا عرفنا؟ نسال نفسنا الاختراع ده مين اللي اخترعه؟ وليه؟ وليه دلوقتي ان احنا عمالين بنتكلم في ده؟ خلصت كل حاجه؟ عملنا بكل واحد مننا بدينه كده وعمل بالدين. لو احنا عملنا بديننا ما حدش هيقول الكلام ده، لو عملنا بصحيح الدين ما حدش هيقول كده. لو خلصنا احنا كل حاجه يعني اتجاه ربنا سبحانه وتعالى، مش ناقص بقى دلوقتي نشوف بقى المسيحيين نقول لهم كل سنه وانتم طيبين، ولا مش كل، ولا السنه ما تجيش السنه الجايه عليكم مثلا، ولا مش قادر افهم يعني ايه اللي بنعمله في ده. الاغرب من ده كله بقى ان موقع الاخوان ويب اللي هو باللغه الانجليزيه قدم التهنئه للمسيحيين في العالم كلها. الله، يعني
اسمع كلامك ولا اصدقك، اشوف امورك. يعني النهارده على الشاشه اهوت، هم بيهنوا المسيحيين في كل حته. هم المسيحيين بتوع بره حاجه واحنا هنا حاجه تانية، ولا احنا عايزين نقول اللي بره ان احنا بتوع الديمقراطيه واحنا بتوع المساواه وبتاع كله، وهنا نطلع عين اللي هنا؟ انا عايز افهم ايه الموضوع. هل احنا بنساعد دلوقتي عشان خاطر فعلا الفتره الخلافات دي ننهيها بقى عشان البلد تقوم؟ يعني الدعوه المقامه دلوقتي، والرئيس في خطابه امبارح اللي فات، واعتقد في الخطاب اللي جاي يوم السبت ان شاء الله في مجلس الشعب، الخطاب كله كده احنا عايزين نبدا البلد. ال ال هو الخطاب اللي مجلس الشورى هيعقد في مجلس الشعب، في قاعه مجلس الشعب، الخطاب اللي جاي يوم السبت ان شاء الله. يعني انا بعتقد في الخطاب ده كل واحد بيدعو للاستقرار دلوقتي، كل الناس بتدعو لده، ومتطلع فتوى زي دي دلوقتي ليه؟ يعني نرجو مراجعه او حد يفسر لنا. ما احنا برضه عارفين لحسن تكون فعلا حرام ونروح النار. ما هي المروحه النار هتبقى كل سنه وانت طيبه، مش كل سنه وانت طيب، انما مش بسرقه ولا بكذب ولا بالشتيمه ولا بالتدليس ولا باي مصيبه سوداء تانية. طلع ان هي كل سنه وانت طيب دي اللي بتودي في داهيه. فقولوا لنا بس ربنا يخليكم لحسن نروح النار. اتقوا الله. المشكله الثانيه اللي موجوده دلوقتي مثاره برضه، الحكايه حكايه الوزاره. هل نشكل وزاره دلوقتي ولا نسيب الوزاره؟ وفقا للدستور فور انتهاء انتخاب مجلس الشعب الوزاره دي هتقدم استقالتها، ورئيس الوزراء القادم الرئيس بيختاره وبيعرضه على المجلس، والمجلس يوافق عليه، وما وافقش يتعرض مره ثانيه، وما وافقش مره ثالثه يبقى المجلس اللي بيختار حاجه كده يعني. اذا كده الوزاره اللي جايه ديت اللي هي الجديده اللي بنعملها دي هتقعد شهرين 2 بس، وبحكم الدستور هتمشي. طب احنا بنغير ليه دلوقتي؟ وعاملين كلام والحاجات دي وكل تغيير وكلام. ما هو اي وزير هيجي تاني في الفتره ديت، يعني اذا كان في واحد مقدم استقالته بتاعته تبقى الحكايه كده، يبقى تعديل. انما هنغير ليه؟ لان هنظلم مين اللي هيقدر هيجي يشتغل في شهرين يعمل ايه؟ اللهم اذا بقى كان الاختيار بتاع الناس اللي هتيجي ديت هيبقوا هم ويتعرضوا على المجلس والمجلس يوافق مثلا، ممكن تبقى كده. انما لو هي على فتره شهرين هيبقى ده نوع هيبقى صعب جدا، على فكره صعب جدا جدا. القبول هيبقى يعني احنا بنضيع وقت اكتر من التضييع. نخلي الناس اللي شغاله بقى لها فتره، وبعدين الناس عماله تتهم الحكومه ما عملتش. تعمل ايه؟ تعمل ايه في وسط اللي بيحصل ده كله؟ والله لو جبتوا حكومه من رؤساء العالم كلهم، جبت حكومه كده، جبت اوباما على كل رؤساء العالم الباقيين اللي موجودين بتوع 8 الكبار وال10 الصغيرين والكلام ده، عملت منه حكومه في مصر ما هتعمل حاجه. هيعمل حاجه ازاي؟ والنهارده لما تطلع له فتوى بيقول له لا ده ما تقولش، اللي يقول للمسيحيين كل سنه طيب حرام. بنتكلم على شعب المصري عاملين نقسم ونمزع فيه. مش كفايه خناقه الدستور، ومش كفايه كذا، ومش كفايه كذا، ومش كفايه كذا. مين اللي يقدر يشتغل ولا عارف يشتغل؟ وائل حليمه بيقول اليوم صدرت دعوه عن جمعيه تسمي نفسها الشريعه والاصلاح تحرم تهنئه المسلم لغير المسلم باعياده، ودعني اقول باي منطق صدرت هذه الدعوه. ده هو بيشرح لنا ليه المنطق. هذه ليست فتوى انما دعوه، لان الفتوى تصدر عن ذي علم وما لم يتوفر في هذه الجمعيه. ثانيا، أليس من حق الجار على جاره أن يشاركوا فرحة كما يشاركوا مصائبه؟ والأقباط ليراننا في المنزل والعمل والحقول وفي السيارة والباص والقطار وغير ذلك، في سرير المستشفى. أليس جاري في الدفاع عن الوطن وقت الحرب وخلط دماؤنا الهدف واحد؟ ألم يهنئ أخي المسيح بعيد الفطر؟ ألم يهنئني أخي المسيح بعيد الفطر وعيد الأضحى ورمضان ومولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ علينا أن نسارع هذا العام بالقصد ويهنئ المسلم المسيح بإعادة لدحض تلك الأفكار ووأد تلك الفتنة في مهدها ونض ذلك الرمح المسموم لنحر رميه. أستاذ إبراهيم حجازي، إلى نحن سائرون. والله ما أنا عارف يا عم وائل إحنا رايحين فين، واللي بيحصل ده مش متفسر على فكرة، يعني ليس له تفسير حد يعني بمنطق كده نقدر نفسره بيه. يعني يا ريت حد عشان خاطر الناس بتبقى تزعل يقولوا لي اصل حد يقول لنا، اي حد يقول لنا من زي بتوع العلم كده، ولا حد يرد علينا حتى من اخواننا اللي عملوا الفتوى ديت، يقولوا لنا ايه النظريه؟ عايزين تمزعوا مصر يعني؟ وبعدين النهارده دي بلدنا كلنا بلدنا كلنا، فما تفتيش في حاجه تخرب البلد علينا كلنا. يعني اللي عنده فتوى يحطها في زوره ويقفل زوره ويقفله خالص، لان دي بلدنا. اذا فيها خير هيعود علينا كلنا، اذا كان فيها الله لا يقدر حاجه غلط هترجع علينا كلنا. انتوا ما بتمثلوش مصر،
باي حق ان كنتوا تعملوا ايه الحكايه؟ ايه التمطيع ده كله؟ اياكم تكونوا فاكرين انتوا مصر، انتوا جزء من مصر زي اي حاجه، تقول اللي انت عايز تقوله. واوعى حد يتصور انه اكثر اسلاما من اي حد تاني، اوعى حد، ربنا اللي يعلم ده وربنا اللي هيفصل بيننا في ده كله. هو في ايه؟ بقول لك اطلعي فاصل يا اميره، اطلعي. دكتورة مايا صبحي، مساء الخير يا دكتورة. مساء الخير. احنا هم شوف بعد 10 دقايق والموضوع احنا النهارده الغزو الفضائي. حضرتك هتحطي السادة المشاهدين في لمحة بسيطة يقدروا يعرفوا منها ايه الحدوتة ديت. اوكي. نبتدي الأول بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا خاتم المرسلين سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النقطة اللي أنا عايزة أقولها في بداية الكلام إن أنا عارفة كويس قوي إن الموضوع ده صادم بالنسبة اللي ما عندوش فكرة. وللأسف إن إحنا تعودنا، وخاصة يعني مش في الدول العربية، في مصر بالأخص، لأن الدول العربية بقت أكثر يعني تقبلا للموضوع. والدليل إن السعودية نفسها عملت مؤتمر للفضاء من حوالي سنة ونص، وده بعد ظهور سرب من الأطباق الطائرة عند برج الساعة اللي هو في مكة، وقعد فترة كبيرة، والموضوع دوت منتشر في يوتيوبز. والمؤتمر اللي اتعمل حضر علماء كبار من العالم ومن العالم العربي، من العالم الغربي والعالم العربي، علماء معروفين، وحضر فيهم علماء كبار جدا من الوطن العربي. وكان من ضمن برضو من ألقى محاضرات، بس هي المشكلة طبعا أنا مش جايبها لأن كل محاضرة فيهم تزيد عن الساعة، لأن هو المؤتمر قعد حوالي 3 أيام. لكن بسهولة ممكن يعني جميع الرافضين أو جميع المتشككين يطلعوا أولا على هذا المؤتمر، لأن كان فيه كلام مهم جدا. المشكلة النقطة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة نقطة في غاية الأهمية. وبداية أنا أقول للناس اللي هي يعني هيحصل لها صدمة من الموضوع أو عدم تقبل أو رفض أو كذا، أنا عارفة كويس جدا. يعني أولا أنا في الموضوع ده من زمان جدا، وأقول للناس اللي هي بتبعت مثلا أسئلة زي الأسئلة اللي جت على موقع البرنامج، إن إزاي أنت بتتكلمي في الحاجات دي وما تأذيتيش. أنا يعني خلينا دلوقتي خلينا في الموضوع. يعني هي النقطة، لا النقطة اللي أنا عايزة أتكلم فيها، أنا في الموضوع ده من زمان قوي. أوكي. مش بشخصي، وده عشان الأذى اللي بيتأذاه اللي بيفتح الملفات دي. أنا عايزة أقول إحنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن حاجات كتير جدا، وممكن أفتح برضو آلاف المواضيع، لكن أنا مهم جدا أن أفتح الموضوع ده لأنه قد يوشك أن يكون قريب والناس ما تعرفش عنه حاجة. فعايزة السادة المشاهدين اللي ما عندهمش فكرة اطلب منهم يعني ما عندهمش فكره عن هذا الموضوع. ما عندهمش فكره عن يعني في ناس كتير عندها فكره مسبقه، لكن في الغالبيه ما تعرفش ما عندهاش معلومات هذا الموضوع. طيب. الا من خلال الافلام ومن خلال ما قد خيال العلمي يعتبر افلام بس، بعض الاخبار عن ظهور الاطباق الطائره والموضوع ده. فانا بس يعني دي كلام مهم في الاول، ان انا عايزه انبه الناس ان الملفين اللي بيتاذي اللي بيفتحهم هو ملف الفضاء، وخاصة بعد يعني لو حد عدى حدود حمراء معينة، وملف التهجين. والملفين دول إن شاء الله هنفتحهم. ملف الفضاء اشتغل فيه علماء. يعني أنت بنكون محصنة نفسك وأنا اللي أروح في الكازوز أنا مثلا؟ لا يعني هتفتحيهم إيه طيب؟ ده بيتأذوا. يعني دول الملفين الأساسيين اللي تمت فيهم أذى، تم فيهم اغتيالات. لا أنا عايزة أنبه الناس لحاجة، إن في أشخاص قاعدة على النت واحنا عارفينهم كويس جدا، والاشخاص دي اقل حاجه بيعملوها ان هم يسفهوا اللي بيفتح الموضوع دوت، يسفهوه باي طريقه، يدعوا ان هو ايه التخريف ده، ايه الجنان ده، ايه مش عارفه ايه. فانا عايزه الناس تعرف ان الاشخاص اللي هي بتصر على كده غالبيتهم مش عن طريق عشوائي، واحنا عارفينهم كويس جدا. غالبيتهم مش عن طريق عشوائي، لان هم اي حد بيفتح بيتعرض، وخاصه لو حد تعرض لهم بتخصص مش بتخاريف ومش باثاره شائعات، بيتم التنكيل بيه
ده يعني اول درجات يعني ابسط درجات الاذى تنكيل بيه. وعشان كده في علماء في العالم، يعني في علماء طبعا في الغرب تحدوا المواضيع ونشروا حاجات كتير، من ضمنهم مثلا ديفيد ايكا في كتاب رهيب جدا ممكن يغير فكر البشر كلهم، اسمه السر الكبير او السر الاعظم. ومعظم اللي دخلوا في المجال ده عارفين الكتاب ده كويس وعارفين اللي فيه. في علماء في الخارج كتير جدا حذروا من الغزو الفضائي، وهوريهم كمان ان في معايا مثلا عالم كبير جدا وفائز بجائزة نوبل وحذر العالم من ان امريكا بتعد لخديعة غزو فضائي. ويا جماعة الكلام ده مهم جدا، وهنقول مهم ليه. لكن في علماء عرب اشتغلوا في الموضوع ده بتخصص وبطريقة رائعة. على سبيل يعني المثال منهم دكتورنا الكبير قوي العظيم الدكتور رؤوف عبيد، الدكتور علاء الحلبي، الدكتور هشام عبد الحميد، الدكتور عبد الحكيم منصور، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. الناس دي عملت كتب متخصصة وترجمت، واحنا ترجمنا حاجات كتير وقعدنا نحاول نفهم في الناس. لكن للأسف يعني مش عايزة أقول لا يجرؤ، أو يعني الوضع العام لا يسمح إن أحد يطلع إعلاميا يتكلم فيه نتيجة، لأنه عارف ردود الفعل كويس ويخشى التبعات اللي ممكن تحصل فيها، تبعات أذى غير مدركة أو غير متوقعة أو غير معلوم حساباتها. اوكي. فعشان كده انا عايزه اقول للناس يا جماعه لو سمحتوا تاخدوا الموضوع ده باهميه وبدون تنكيل وبدون رفض. والموضوع ده ان شاء الله هنفتح كل ادلته العلميه وكل ادلته الدينيه من القران الكريم ومن الحديث الشريف ومن اقوال التابعين ومن علماء المسلمين. هنفتح ادلته هنتناقش فيه، بس لو سمحتوا بداية تحرروا تفكيركم، ان ما حدش يجي يقول مش عارفه اقرا كتاب كذا ملتزم بيه او الشيخ فلان قال كذا وبتاع. مع احترامي للجميع، مع احترامي للجميع، لما ربنا سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر كل في تخصصه، كل في تخصصه، مع الاحترام للجميع. ويا حبذا لو كان اللي هو واخد في اتجاه علمي أو اتجاه علمي بحثي مدلل يكون مرتبط بالقواعد الدينية اللي هي لا تختلف مع القرآن والسنة وحديث القرآن والسنة. فبداية الموضوع ده يمتد طبعا جذوره لآلاف السنين فيما سبق، ومرتبط بالحضارات القديمة. لكن أنا مهم جدا أن أنا أبتدي من مرحلة معينة هي الهامة، وبعدين نبتدي نرجع بقى للحضارات القديمة. بس مهم الناس الأول تفهم إيه الموضوع. طيب. يعني عشان ده السؤال اللي سألته من ربع ساعة بالظبط، وانت بقالك ربع ساعة بتتكلم في موضوع تاني. أيوة. قولي بقى أنا خلاص. بنبه الناس عشان طيب أعرف يلا ردود خلاص الأفعال. نقول بقى. فالنقطة إن أنا عايزة أبتدي لهم من فترة في بدايات القرن ال19 من ألمانيا وقبل ظهور النازية، ان كان في طبقات اللي هي الطبقه البافاريه العليا اللي هي كانت لها اصلا اصول في الماسونيه هنتكلم عليها. بس اهم حاجه الطبقه البافاريه دي كانت مقتنعه ان اصولها من اصول تسمى آرية. والجنس الآري ده هنتكلم عنه، ان الجنس الآري ده جنس جوف ارضي، وهنفتح بعد كده بعد ما نتكلم عنهم موضوع أرضنا المجوفة وموضوع أجناس جوف الأرض وما حقيقتها بالتفصيل. النقطة إن مجموعة الطبقة البافارية دي كونت مجموعة ذات طابع عنصري شيطاني. يعني هي كانت إيه؟ كانت هي أساسا من عبدة الشيطان، بس كونت مجموعة سمتها مجموعة فيريل. مجموعة فيريل دي جمعت فيريل مجموعة فيريل. مجموعة فيريل دي وعملوا ليهم قلعة خاصة في ألمانيا. ده كان بداية قبل النازية، قبل ما يظهر الاتجاه النازي. مجموعة فيريل دي جمعت كل الطبقة بتاعة العلماء في ألمانيا، بتاعة رجال السلطة في ألمانيا، بتاعة الأعلام والمشاهير، بحيث ان هم يكونوا وحدة واحدة تستطيع أن تتغلب أو تستطيع أن هي تنمو للتغلب على العالم فيما بعد بأمور وصلت ليها. إيه الأمور؟ أمور وصلت ليها. إيه بقى الأمور اللي هي وصلت ليها دي؟ الطبقة دي بترجع أصولها للقرن ال17. تتبعوا حاجات مهمة جدا خلال بعثاتهم، وكان في علماء لهم بعثات وكده. تتبعوا إن في آثار لكائنات أكثر منا تطورا، وخاصة إن كان في أصلا مركبة فضائية وجدوها في القرن ال17 بالتحديد في عام 1712 في منطقة اللي هي تسمى دلوقتي أفغانستان في آسيا. فلقوا مركبة فضائية
قديمه، هم ما كانوش يعرفوا دي ايه طبعا، وبعدين لقوا بعض اثار ولقوا حاجات في افريقيا. المهم الطبقه دي قعدت تتتبع المشاهدات ديت، وفي نفس الوقت قعدت تحاول توصل لمين اصحاب الحضارة دي. الحضارات دي، وكيفيه الوصول ليهم وكيفيه الاستعانه بيهم، ويعتبر ان دول طبقه ارقى من البشر. النقطه ان في يعني هم عندهم قناعة ان يولد غير الانسان، ايوه حضارة اخرى غير الحضارة اه الانسانية موجودة، ايوه وبيدوروا عليها. وان الحضاره دي اكثر وهم تقدما. لهم علاقة بصورة اخرى بالشيطان، في عبادة الشيطان، او لهم ايوه علاقة في هذه ايوه. السكة يعني. المهم ان هو باختصار عبر قرنين حاولوا بشتى الطرق ان هم يوصلوا لايه نوعيه الحضاره دي، لغايه ما وصلوا في بدايات القرن ال 19، وخاصه يعني خاصه في بدايه سنه 1900 من 1902 ل 1913 وصلوا لاتصالات. والاتصالات دي كان ليها طقوس بتتم في قلعه فيرال. الطقوس دي كانت يعني طقوس معينه اخذوها، كثير منها طقوس شيطانيه، وكان بيتم فيها يعني، والحاجات دي على فكره يا جماعه موثقه، وكان بيتم فيها اضحيات، وكانت الاضحيه من الاطفال وبتقتل بطريقه معينه في الصدر. المهم ان هم توصلوا لان هم يعملوا اتصالات مع كائنات جوف ارضيه. والموضوع كائنات الجوف الارضيه هنفتحه بالتفصيل. ابتدى الموضوع ده يتدرج لغايه ما وصلوا لنوعيه الكائنات اللي احنا هنتكلم عليها، اللي هي ما يدعى بالجريز او الرماديين. وهنعرف مين هم الرماديين دول بالظبط. الرماديين هم اللي حاولوا لما لقوا الطبقه البافاريه دي مجتمع، حاولوا ان هم بعد الاتصالات اللي حصلت، وهنشوف على فكره كل الوثائق ديت وكل الخرائط وكل التقنيات اللي بعد كده خدوها بالمساعده مع اللي هم الجريز او الرماديين، وهنعرف مين هم الجريز او الرماديين. بس هي النقطه ان المجموعه ديت اسست ما يسمى بعد كده بالنازيه، وتم اختيار هتلر على فكره بناء على طقوس، برضو ما كانش اختيار مثلا عشوائي، تم اختيار هتلر. والتعاون اللي تم بين الرماديين وبين المجموعه البافاريه دي او مجموعه فيرال تم بناء على ان هم يملكوا سلطه العالم او يستولوا على العالم من خلال المانيا. المهم ابتدى بعد كده الكلام ده، طبعا انا عارفه يعني بداية، انا قلت الكلام ده في البدايه، الكلام ده ممكن يعتبر صادم بالنسبه للناس، بس الكلام ده هو ما الحقيقه. نقعدش نعمل جمل الحقيقه اعتراضية، اللي عميت على يلا الناس، وهنشوف يلا بس عشان ما تقطعيش الكلام. لا عشان في ناس هتقعد تقول مثلا مالكيش دعوة بيهم، ربنا المهم يسامحهم. ابتداء من عام 33 1933 ابتدت ألمانيا تنفذ كثير من التقنيات اللي تم تبادلها مع الجريش دول أو الرماديين. كان من ضمنها أو كان من نتائجها إن ألمانيا سبقت العالم في الفترة دي بما يعادل 100 سنة قدام. يعني وصلوا لنظام صاروخي متطور، وصلوا حتى طائرات بدون طيار على فكره كانت لدى المانيا، وهنعرف ليه تم الحجب على الحاجات دي. وصلوا بقى تدرجوا لغايه ما وصلوا لتقنيه الاطباق الطائره من الكائنات ديت. واللي اشتغل على المشروع ده علماء كبار عظماء، كان منهم عالم كبير جدا اسمه فيكتور شوبرجر. فيكتور شوبرجر قعد فترة طويلة عشان يفهم ايه تقنية الأطباق الطائرة. وتقنية الأطباق الطائرة مش حاجة يعني اللي هي مستحيلة أو كده، هي مجرد معرفة فكرة ازاي ان انت مع الحجم دوت يعني نوعية التركيب نفسه، نوعية المعادن، نوعية الموتور نفسه. والموتور دلوقتي احنا يعني بعد طبعا ما ظهرت الوثائق ديت والحاجات الجديدة اللي هنتكلم عليها، الموضوع بسيط جدا، الموضوع مش مستحيل، لكن هي تقنية تعتمد على الأفكار، ليه؟ على الفكرة نفسها. الفكرة نفسها في تكوين محرك الطبق الطائر، وكيف يستطيع هذا الطبق الطائر ان هو يسير بسرعة مثلا تتعدى 3000 كيلو في الثانية، وان ما يحصلش 3000 كيلو في الثانية يعني ايه؟ ايوه في الثانية؟ ايوه طيب. الاطباق الطائرة بتتعدى السرعه ديت، زائد ان هي هنفصل كل الكلام ده، زائد ان هي تقنيه التخفي ازاي بتاعه الاطباق الطائره. طبعا احنا بالنسبه مثلا عندنا مشكله في طائراتنا النفاثه، اللي هو العزم مثلا الخارجي مع العزم الداخلي، اللي هو بيمثل او بيبقى بيدلل عليه بالجي. مثلا هتبص تلاقي مثلا طائرات النفاثه الحربيه بتعاني من المشكله ديت، ان احنا عندنا فرق مثلا كل موديل عن التاني، اللي هو مثلا ده بيستحمل لغايه G4، ده
بيستحمل لغايه جي 6 اللي هي العزم الداخلي على جسم الطياره، لانك لما تطير بسرعه ضغط بيزيد. فالضغط مع الجسم ممكن ان هو لو ما فيش يتفرتك. حسابات لدي تقوم منفجره الطياره من جوه. فطبعا طبق طائر بيطير بالسرعه دي لازم يكون فيه حسابات للموتور، حسابات للعزم، حسابات لخامه الطبق الطائر نفسه وللشكل بتاعه. بالظبط. الموتور بتاعه، عشان كده احنا المره اللي فاتت لما ابتدينا الكلام على الطاقه وابتدينا نتكلم على طاقه الفورتكس اللي هي الطاقه الدواميه، الاطباق الطائره بتعتمد على طاقه الفورتكس او طاقه دواميه اللي هي بتعمل دوامه، ودي تعتمد على الفكره ما تعتمدش على التقنيه الحديثه، عشان كده هي موجوده من زمان. اوكي. بتعتمد على الطاقه الدواميه او طاقه الفورتكس، ودي بتضاد قوه الجذب الارضي. بيستخدم فيها برضو حاجة زي السوائل الممغنطة، وسوائل الممغنطة على فكرة أنا شرحت يعني ممكن أجيب شرحها بالكامل وإزاي بتتعمل. فدي طبعا السوائل الممغنطة ممكن تلغي حاجات كتير جدا جوه الموتور. الجسم بتاعها في أجزاء من معادن هنتكلم عليها، وفي أجزاء معمولة من المغنيسيوم النقي. المغنيسيوم النقي لا يوجد بوفرة في سطح الأرض، لكن هو في برضه في الطبقات الداخليه موجود بوفره ويشمل خصائص معينه. المهم اللي انا عايزه اقوله ان فيكتور شوبرجر كان من كبار العلماء اللي اشتغلت على تقنيه الاطباق الطائره، وتم تصنيع الاطباق الطائره بالفعل. يعني معنى انه اشتغل انه قابل الناس دي. ايوه، ما هم المجاميع دي تعاملت خلاص رسميا مع الحكومه النازيه وتعاملت مع هتلر، وممكن ممكن نجيب مثلا الصور بتاعه هتلر والكائنات الفضائيه، لان هم بعد ما عملوا اتفاقيات معاهم يعني اخد مثلا صور هتلر اللي هم، لان هم استضافوهم كمان في قاعده نورمان العسكريه. ايوه. دول الجريس دول هنتكلم عليهم كمان شويه. بس المهم ان هم استضافوهم في قاعده نورمان العسكريه، وده كان احتفال موثق في قاعده نورمان العسكريه. وتعاملوا معاهم بصوره رسميه، واخدوا منهم تقنيات في سبيل بعض المصالح اللي احنا برضو هنتكلم على ايه اللي كان التبادل بتاع. دي صور حقيقيه على فكره، مش معموله فوتوشوب. دي صور حقيقيه مش معموله فوتوشوب. هم تعاملوا مع الجريس، اخدوا منهم تقنيات كتير زي تقنيات الصواريخ، وكان بدايات على فكره التقنيات النوويه. المانيا صنعت الاطباق الطائره، وكان من احد اهم الانواع اللي صنعتها المانيا نوعين اسمهم فيرال ورينا الصوره الاولانيه خالص بقى يعني. لا اللي قبل ديت، اللي قبل هم دول. في كمان صوره يعني هانيبو فيرال، كان في فيرال 1 وفيرال 2، كان في كذا موديل من فيرال. دي الاطباق دي مش ما خدوهاش منهم، دي المانيا صنعتها قبل نهايه الحرب العالميه الثانيه، ما لحقوش يستخدموها. وهنشوف يعني انا نفسي ايه ان احنا بعد ما نخلص يعني انا عايزه اشرح للناس مواضيع، وبعدين هنشوف فيديوهات بقى فيها كل الوثائق، هنشوف استخدام الاطباق النازيه في نهايه الحرب العالميه الثانيه. وعلى فكره دي كمان موثقه بمقالات المقالات الامريكيه الرسميه، ان هم استخدموا، وحتى كانوا مسمينها ان هي آلة حربيه كانها كرات من النار، لانهم ما كانوش يعرفوا يعني ايه اطباق طائره. المانيا استخدمت الاطباق الطائره في نهايه الحرب العالميه الثانيه، بس كانت لسه في حيز التجريب. لكن احنا هنشوف بقى فيديوهات عن البرنامج السري للرايخ الثالث وهتلر والقواعد اللي اتعملت، والبرنامج الفضاء بالكامل شامل الصواريخ، وشامل نوعيه القنابل اللي المانيا وصلت لها، وشامل الوثائق العلميه والتصميمات الكامله بتاعت محركات الاطباق وكل اثباتاتها. المهم كانت الاطباق النازيه في يعني استخدمت كاستخدام تجريبي في نهايه الحرب العالميه الثانيه وقبل انهزام المانيا. ما كانتش لسه استخدمت كآلة دفاعيه بالقدر الكافي، لكن اللي حصل ان المانيا اتهزمت. اول حاجه عملتها حكومات الحلفاء وبقياده امريكا بالذات وروسيا بالذات، ان هم راحوا واخدين كل ده بعد هزيمه المانيا. بعد هزيمه المانيا اول حاجه عملوها هو أخذوا كل ما يتعلق بالبرنامج السري الفضائي النازي. واتعملت عملية عسكرية مشتركة بين أمريكا وبين المخابرات الروسية اسمها بيبر كليب. العملية دي كانت بتتبع، لأن البرنامج الفضائي النازي ده كان شغال فيه يعني كم من العلماء، طبعا على قمتهم علماء معينين منهم زي ما قلنا فيكتور شوبرجر، وبس تحتيه آلاف من العاملين. عملية بيبر كليب دي كانت من أحد العمليات اللي وظف فيها الآلاف من المخابرات تابعين المخابرات الأمريكية والمخابرات الروسية بتتبع كل من عمل في البرنامج الفضائي الألماني، وأخدوا
يعني كانوا بياخدوهم بالعافيه لدرجه ان هم يعني فيكتور شوبرجر ما كانش موافق على التعاون معاهم وتم خطفه وتم عزله كمان. اخذوا الالاف من العلماء ومن كان يهرب منهم كان يقتل. اخذوهم على امريكا. امريكا كان عندها منطقه تجارب في صحراء نيفادا اللي هي سميت بقى اللي احنا 51. هنتكلم عليها اللي هي المنطقه 51. لكن دي كانت الاول كانت منطقه تجارب وكان تجرى فيها اللي هي بدايات تجارب القنابل والقنابل العنقوديه والقنابل النوويه بتاع. عملوا فيها قاعده كبرى جدا تحت الارض. القاعده الكبيره بقى اللي عملوها تحت الارض في المنطقه 51 دي كانت بدايه بقى القواعد. احنا هنتكلم لسه عن قواعد الجوف الارضيه وكده. خدوا بقى لموا كل ما يتعلق بالبرنامج الفضائي الالماني وعلمائه، واجبروا الناس دي ان هي تعمل معاهم وكانت تحت اشراف. يعني دخلوا معاهم عملوا بقى اتفاقيه كمان فيما بينهم ان مخابرات الدول الكبرى اللي هي كانت تمثل دول الحلفاء وخاصه فرنسا، امريكا، بريطانيا، دي روسيا. دي المنطقه 51 بس لسه هنتكلم شويه يا جماعه شويه يعني على 51. يعني هذه منطقه 51 كمان الدليل على ان هي يعني احنا نقول بعد كده ازاي المنطقه دي تابعه لمين عشان الناس اللي هي بتنكر ان المسيح الدجال حر وان هو يقود حكومه العالم الخفي. يعني هنتكلم في الموضوع ده بس عشان ما نلخبطش الناس. المهم ان هي راحت العمليه دي جامعه كل ما هو متعلق بهذا الامر وكل العلماء المتعلقين به واخدتهم على قاعده سريه انشات خصيصا لهذا الموضوع في المنطقه 51 في جوف الارض. يعني عملوا قاعده لموا كل الفيلم ده ودخلوه في جوف الارض. عملوا جيش كامل تحت كمان كانت المخابرات الروسيه والمخابرات الامريكيه وزي ما قلنا قوات الحلفاء. عملوا تعهد ان هذا الموضوع يخفى تماما على العالم لحين الوصول لاساسياته وايه اللي وراه وكذا وكذا وكذا. كانوا عايزين يعرفوا ازاي المانيا وصلت لهذا التطور وما هي يعني الخرائط وما هي التعامل مع هذه الكائنات وايه هي الكائنات ديت وكيفيه التعامل معها. والكلام ده مثل يعني معضله كبيره جدا. فتم اخفاء هذا عن العالم، هذا الامر عن العالم عمدا. ان تم اخذ الوثائق ديت خبوا عنهم يعني. خبوا الحاجات ولا حد عرف في العالم حاجه عن اي حاجه. كانت الامور دي. نكمل بعد الفصل. اوكي. الدكتورة مايا في الربع ساعة تلت ساعة اللي فاتت كانت بتتكلم من حدوتة الحاجات الفضائيات ديت من القرن ال17 1700 ويمكن 12 في أول القرن ال17. إنما أكتر ناس ابتدوا يتحركوا هن الألمان واللي هي مجموعة سمت نفسها فريل ودي كان على اتصال بقى كعبد الشيطان والحاجات دي كلها. وصلوا لغاية ما وصلنا في أوائل الثلاثينيات كان تقريبا الألمان على اتصال بالعالم ده اللي هم الرماديين. ده عالم آخر غير الإنسان وتوصلوا ليهم في حاجات كتير. وهي ورت لنا صور لهتلر وزي ان هتلر تاني كده وورت لنا صور. عايز أقول لحضراتكم الدكتورة مايا القضية معلومات كثيرة جدا وعندها فيديوهات كل كلمة بتقولها في فيديو وصورة ووثيقة بتأكد عليها. هنستحمل بعض ونقعد يعني هنستناها. إنما هي كل كلمة هتقولها هتدلل عليها. نكمل الموضوع. وبرضو انا باكد على حضرتك هو مش فيديو واحد. يعني هي للاسف هي ملايين. انا ممكن كمان هديهم قناه كامله على فيديوهات بيتم رفعها من على اليوتيوب. هديهم قناه كامله فيها 200 فيديو مدلل على كل الكلام اللي احنا بنتكلم عليه وموثق. مش هنقدر نديه هنزلهم. طيب في الفاصل تكتبيه ونخليهم يطلعوا على باذن الله. وفي نفس الوقت يعني احنا عشان الناس ما تفصلش من القصه تفهم ايه القصه. فانا هحاول ان احنا نتكلم ونشوف مع بعض الصور عشان الناس تكون الفكره العامه. وبعد كده ان شاء الله على كل اللي قلناه هنشوف فيديو لان كل فيديو عايز الواحد يقول اهو كذا كذا كذا. فعايزين الناس تاخد الفكره الاول. بس عشان ما تضيعش. لا بس انا عشان خاطرا أيوة النهارده اللي حضرتك هتقولي كلمتين انت هتشرحي ازاي الالمان أيوة. وازاي دخلوا في هذا المشروع. لسه في تفاصيل مهمه. انا طيب تقولي تفاصيل بس كل دقيقتين ثلاثه. ما انا الرسائل بتبين لي. ما انا الترمومتر عندي الرسائل. ايوه هم ايه لغايه دلوقتي ناس ايه ما قلقانه. فاحنا عايزين نقول للناس صدقونا ادي اهو. يلا. هو غير صدقونا بس ان يا جماعه احنا يعني معلش برضو باكد تاني الموضوع ده ما بيتفتحش لمجرد الاثاره او فتح موضوع مثير او فتح موضوع نقول الحقيقه كذا. الموضوع ده بيتفتح عشان حاجه مهمه جدا جدا جدا
ان موضوع الغزو، خديعه الغزو الفضائي اللي هنتكلم عليها وعلى كيفيتها، كانت معد انها تبتدي في 21 ديسمبر، والواحد ما كانش عايز يتكلم في الموضوع ده او يستبق الكلام في الموضوع ده، واحتمال تظهر في الفترة اللي جاية، احتمال تكون قريبة، واحتمال الجدول الزمني بتاعها تأجل. لأن أنا عايزة أقول للناس إن موضوع 21 ديسمبر وخديعة نهاية العالم والكلام ده، في أجهزة كاملة قاعدة اسمها أجهزة مراقبة الوعي الجمعي، ودي أجهزة متخصصة، وهم عشان كده بيعملوا مانوبيليشن للناس أو تلاعب بالأفكار، عشان بيدرسوا ردود الأفعال. ردود الأفعال دي على مستوى العالم بترصد وبتدرس ومحطوط لها جيش من المتخصصين. خديعة الغزو الفضائي كان معد انها تبتدي من 21 ديسمبر، جدولها الزمني اتأخر، لكن ما عادش في وقت ان الناس تنكر، ما عادش في وقت الناس ما تصدقش، وده موضوع في غاية الأهمية، ليس للعلم بالشيء، لكن احنا عشان الموضوع ده احتمال نتعرض له، وهيعتمد على عدم علم الناس بيه والخديعة اللي هتتم مع الناس. فالموضوع ده ليس موضوع من الخيال يلا. العلمي ولا كده. مهم نكمل. بعد ما هم أخذوا كل التقنيات الألمانية وعلماء ألمانيا وكل الملفات الخاصة بالموضوع، كل الأوراق، كل حاجة خدوها على القاعدة 51 اللي اتعملت المنطقة 51 اللي هي اتعملت فيها منطقة جوف أرضية أو قاعدة سرية تحت الأرض. في نفس هذه الفترة اللي هو كانت في نهاية يعني في نهاية أو في سنة 45 اللي هي نهاية الحرب العالمية الثانية، لقوا في الوثائق من أحد الأوراق اللي خدوها خرائط تدل، يعني أنا ممكن أطلب اللي هو من ملف هتلر والكائنات، اللي هي الخريطة اللي كانت بتاعت هتلر للعالم الجوف أرضي، أطلب الصورة اللي هي بتاعت من ملف هتلر. يلا ماشي على ما يدوروا عليه. لقوا الخريطة ديت، وفي غيرها كمان خرائط بتدل على ان ازاي الاطباق الطائره ديت، يعني هم ما كانوش فاهمين يعني ايه ان دي الكره الارضيه، وازاي ان بيتم دخول اطباق طائره من فتحات معينه. والخريطه دي كانت مكتوبه بلغه غريبه جدا، بعد طبعا علماء اللغه وبعد كده لقوا ان اللغه دي قريبه جدا من اللغه اللي هي تسمى لغه سانسكريتية. اللغة دي من أقدم اللغات على الأرض، ويعتقد أنها لغة العالم الآخر، أو مثلا الجن أو الكذا أو الكذا أو الكذا، وهنتكلم طبعا على الكائنات. أنت عمالة تغيروا في الصور، يعني مثلا أنتوا بتغيروا في حاجات، اثبتوا على صورة عشان تشرح لنا. الخريطة اللي هي قبل كده اللي هي بتاعت جوف الأرض، أيوة الخريطة ديت، الخريطة دي طبعا يعني كانت مهمة. معلش نخلي الخريطة دي شوية. الخريطة دي كانت مهمة جدا في وثائق هتلر، لأن هم كانوا عايزين يعرفوا كيفية التعامل مع هذه الكائنات، وازاي هتلر أخذ منهم هذه التقنيات، وإيه وجه التعاون، وإيه وجه كذا، ويعني إيه الخريطة ديت، والعالم المجهول تماما عنهم دوت. المهم كان فيه جنرال ادميرال معروف جدا اسمه ريتشارد بيرد. ريتشارد بيرد دوت كان ادميرال في السلاح الجوي الامريكي. الادميرال دوت كان حقق ميداليات لان هو عمل اكتشافات في القطب الجنوبي مهمه جدا. كان اول من طار فوق القطب الجنوبي وسجل وعمل خرائط وكذا وكذا. وكان من احد الحاجات اللي سجلها ريتشارد بيرد انه لقى فتحه عجيبه جدا في القطب الجنوبي، ما قدرش ان هو يطير يعني لمنتصف المنطقه ويستكشفها، بس لقى فتحه عجيبه جدا في القطب الجنوبي. وده كمان احد فتحه في الارض، فتحه في الارض نفسها عميقه جدا، يعني تعتبر فتحه مش شايف ايه جوفها. وان هي كان في الاوقات الليليه بيظهر من الفتحه دي حاجه اسمها شفق غاز، او حاجه زي اضاءه، هو سموها الاورورا فيما بعد. فالموضوع ده كان غريب جدا. المهم ان هو سجل ملاحظات كتير وكده. فجت امريكا بعد اللي عملته مع المانيا والقاعده اللي عملتها، راحت موكله الادميرال ده، الادميرال ريتشارد بيرد، ابتدت عملت مشروع كبير جدا اسمه المشروع الاحمر. المشروع الاحمر ده كان يتخلله عمليات محدده، يعني مشروع كبير كان عايز يكتشف ايه العالم دوت، وهل احنا فعلا ارضنا جوفاء، وهل في مدن جوف ارضيه، وايه طبيعه الكائنات ديت، وايه اللي ممكن نعرفه عنهم، وايه موضوع ده ريتشارد بيرد. المهم ان هي يعني حصل توكيل لريتشارد بيرد، واتوضع معاه 6000 من الاسلحه المختلفه لدى امريكا، عشان حاجتين مهمين.
بدايتهم ان هم لقوا ان بعض الفيالق من اتباع الجيش النازي وكده اتجهت، يعني هربت لقاره انتاركتيكا اللي هي القطب الجنوبي، وما كانوش عارفين ليه. فبعد ما شافوا الخرائط دي عرفوا ان في حاجه، الناس دي بتهرب لمنطقه محدده، لدرجه ان في وثائق بتثبت ان اللي تم اعدامه ده مش هتلر. بس انا مش عايزه افتح الموضوع ده، لان هتلر برضه هرب مع الصفوه بتوعه للقطب الجنوبي، لفتحه القطب الجنوبي. انا مش عايزه افتح الموضوع ده عشان ما يحصلش يعني وعشان مش موثق. لا هو موثق، بس هي النقطه مش عايزه افتح الموضوع ده لان في وثائق كتير بتثبت ان اللي اتعدم ده مش هتلر، وان هم اضطروا يعدموا شبيه لهتلر عشان منظرهم امام العالم، لانهم ما كانوش فاهمين ايه الموضوع دوت لغايه ما يفهموه. المهم ان هم بعتوا ريتشارد بيرد مع 6000 من القوات العسكريه لضرب اولا بعتوه في عمليه لضرب الفيالق اللي هي بتهرب لقاره انتاركتيكا، اللي هم ما كانوش عارفين ليه هم بيهربوا لهناك، وايه حكايه الدخول من فتحه جوه في الارض دي، وما كانوش لسه فاهمين الموضوع. فابتدوا ان هم يجتمعوا مع علماء روسيا ومع علماء كذا، وقعدوا حاجه يعني كانت بقياده امريكا اسمها المشروع الاحمر. والمشروع الاحمر ده يضم خلاله اكثر من عمليه تحتيه. من احد اهم هذه العمليات اللي يتولاها برضو ريتشارد بيرد مشروع اسمه هاي جامب او القفزه العاليه. وهم وكلوا ريتشارد بيرد بعد ما هو قاد برضو عمليات لضرب الفيالق اللي بتروح هو ضربهم فعلا يعني. يعني هو قام بكذا عمليه لضرب الفيالق النازيه اللي كانت عماله تهرب، انما ما قدرش يقرب من الفتحه دي. ده في الاول. يعني هم اختاروه عشان هو كان عمل رحلات وسجلها في القطب الجنوبي وقدم، وكان واخد ميداليات وكان واخد نياشين ان هو كان عامل اكتشافات مهمه جدا في القطب الجنوبي، وكان اول من طار فوق قاره انتاركتيكا نفسها وسجل اللي هي الملاحظات الغريبه دي. ده كان في نهايه الثلاثينات قبل نهايه الحرب العالميه الثانيه. فطبعا بعد ما هم اخذوا المشروع النازي الفضائي بالكامل بعد نهايه الحرب الاولى، نهايه الثلاثينات يبقى بعد الحرب العالميه قبل الاولى، قبل الثانيه، قبل ما تنتهي الثانيه يعني، قبل ما تبتدي الثانيه. انما هم بقى استعانوا بيه نتيجه لخبراته ان هو يقود العمليات اللي هي بعد هزيمه المانيا، لان هو كان خبير في بعد 44 يعني. يعني بعد 44. زي ما قلنا من العمليه المهمه جدا اللي قادها الجنرال الادميرال ريتشارد بيرد هي عمليه هاي جامب. عمليه هاي جامب كانت عمليه راح معاه 6000 قوه عسكريه من 6000 مقاتل. العمليه دي موثقه، وهو وثقها يعني موثقه بكذا جانب، سواء من الناحيه العسكريه وسواء في مذكراته الشخصيه. لكن للاسف هي مذكراته الشخصيه ديت تم التعتيم عليها تماما، وظهرت في التسعينات، وظهرت بصوره سريه مسربه عن طريق افراد عائلته. ومذكرات دي موجوده وهنشوفها برضو في فيديوهات، وهنشوف يعني ملخص ليها في فيديوهات. المهم ان اصلا لما راحوا هم لقاره انتاركتيكا اللي هي في القطب الجنوبي، اللي هو كان سجل وجود هذا الثقب اللي ما كانش فاهمه، ريتشارد بيرد من اهم الناس اللي نزلت لعالم جوه في الارض. لما نزل لعالم جوه في الارض، المشروع الاحمر ده تتابع في كذا عمليه غير المجموعه اللي هي المجموعه بتاعت هاي جامب اللي هي بتاعت ريتشارد بيرد، او عمليه هاي جامب العسكريه. لكن كان المشروع الاحمر ككل مهتم بدراسة ما هي هذه الظاهرة، من هم هؤلاء الكائنات، هل توجد مدن تحت أرضية، ما هي هذه المدن، وإيه الحضارة اللي هي سابقة لنا. ريتشارد بيرد في مذكراته كتب طبعا الموضوع طويل جدا. يعني المذكرات انا ممكن اديهم كمان النسخه كامله من المذكرات ريتشارد بيرد، ممكن اديهم افلام كامله، لكن المشكله الافلام المهمه بتزيد عن ساعه ونص. هي مهمه جدا ولا يكفي منها ان احنا نشوف لقطه او لقطتين. احنا هنشوف ماله لما كتب مذكراته قال ايه؟ المهم نزل هو ايوه نزل نزل في الاول على مدينه اسمها رينبو او قوس قزح. المدينه دي متطوره جدا. ما قالش بقى في مذكراته على بعد قد ايه؟ ايوه هو ذكر تفاصيل جدا كتيره جدا. من احدها ان فتحه القطب الجنوبي دي يعني وهنشوف فتحه القطب الجنوبي ان هي تزيد. وروها لنا يا جماعه. ممكن في الفايل بتاع جوف الارض. انا كلمت انت مالك على ما يلاقوه. لا في صور تانية اللي هي دي رسمي. فتحه القطب ده على فكره كانت مذكرات ريتشارد بيرد، بس ما ممكن نشوف اللي هو الملف بتاع جوف الارض. المهم ان هو تم حصر
ودي عمليه طبعا مش كبيره جدا. المهم تم بس في المشروع الاحمر ده حصر 129 مدينه جوف ارضيه، كان من اكبرهم ده من احد فتحات جوف الارض اللي هو بيطلع منها غاز الشفق. ممكن كمان نشوف صوره كمان من نفس ملف جوف الارض. دي فتحه القطب الجنوبي، بس هنشوفها في صور برضو، صور اوضح. دي متصور من الطياره من فوق. دي بيتم التعتيم عليها. يعني دي كانت من احد التصوير القديم ايام ريتشارد بيرت، بعد قصدي ريتشارد بيرت، دي كانت من ناسا في بدايات ناسا. بس بعد كده بقى تم التعتيم عليها، وهنقول بقى ايه المعاهدات اللي اتعملت عشان يفضل الموضوع ده في غايه السريه. فتحه القطب الجنوبي القطر بتاعها حوالي 400 كيلو، يعني مش فتحه صغيره، دي 400 كيلو متر. اهي بص حضرتك مثلا الصوره اللي على الجنب، دي برضو كانت من الخرائط القديمه فتره نهايه الحرب العالميه الثانيه. الفتحه اللي على جنب دي فتحه حقيقيه، دي فتحه قاره انتاركتيكا. ممكن كمان صور بعد اذنك. دي برضو متصوره عن طريق ابولو 16 ابولو 11 سوري. دي كانت متصوره عن طريق ابولو 11. ممكن كمان في صور كمان. ده اللي هو الاورورا او شفق الغاز اللي هو بيصدر من الفتحات الاساسيه. هو هنتكلم بعد شويه ان في اكثر من فتحه، بس دول الفتحات الاساسيه، انما في فتحات اخرى هنتكلم عليها. ده في جوجل، دايما اللي بيدخل على جوجل او كده هيبص يلاقي المناطق دي متعتم عليها بطريقه يعني غريبه جدا، يعني بحيث لا احد يكتشف، مع ان الصور اللي تحت دي تم تسجيلها من اقمار صناعيه روسيه ومن ناسا، والفتحه ديت موجوده اصلا من السفينه ابولو 11 اللي هي فتحه انتاركتيكا اللي هي في الجنوب. لكن الصور اللي فوق دي صور التعتيم في جوجل، ان انت دايما جوجل، ودي باتفاقيه هنتكلم عليها وليه تمت التعتيم عليها والكلام ده. لكن النقطه دي طبعا برضو من ابولو 11 يعني، وفي صور كانت نازله لناسا من زمان. المهم بيرن دخل في ايوه، ولقي 131 مدينه. تم رصد في المشروع الاحمر الامريكي كله حوالي 129 مدينه. وهذا لم يكن كل حاجه. طيب هو قال ايه بقى في الملخص اللي قاله ايه؟ دخل على مدينه اسمها اجارسيا، وكان كانت مدينه اجارسيا دي من اكبر المدن اللي بيتعامل معاها. هو اللي سماها ولا هي اسمها كده؟ لا، هي اسمها اجارسيا. كانت من المدن المرصوده برضو في الخريطه الخاصه بهتلر، فكانوا مهتمين يوصلوا المدينه دي. بس المدينه دي ما كانش فيها الجريز او ما كانش فيها الرماديين. المدينه دي كان فيها اجناس دي هنتكلم عليها بس ما نعرف القصه، يعني هنتكلم عليه بالتفصيل. هو قابل جنس اسمه النوردكس او الشماليين. ما ضربوهوش هو مثلا لما نزل ولا حاجه، ولا كان ايه؟ ما انا هقول لحضرتك حاجه. هو طبعا حصل ممانعات وكذا وكذا، بس الملخص ان هو قابل الناس اللي هم جنس اسمه النوردكس او الشماليين. الجنس ده رحبوا بيهم وقالوا له ان يعني بما معناه ان هم عايزين اصلا الموضوع ده يفضل غايه في السريه. تاني حاجه ان هم اللي تحت اللي قالوا ولا اللي فوق؟ ايوه هو ما قابلش الجريز، ما احنا هقول لحضرتك لسه. المهم هو قابل فصيل، هنتكلم على الفصائل دي بالتفصيل يعني، بس عشان ايه الموضوع يبقى بالتتابع. قابل فصيل اسمه النوردكس او الشماليين. الشماليين دول هنتكلم عليهم، هم شكلنا يعني بس شعرهم اصفر، وهنتكلم دول يعني ايه اصلهم وكذا وكذا. المهم قالوا له احنا هنسمح لك بزياره واحده، وحصل حوار بينهم. الحوار ده كبير جدا بس موجود يعني. المهم كان بيتكلموا لغه ايه بقى؟ المختصر بتاعه، لا هم بيعرفوا يتكلموا اللي هي يعني هم بيتكلموا اصلا في جوف الارض باللغه السنسكريتيه، وفي هنعرف برضو كائنات اخرى لا تتحدث ولكنها بتتخاطر. هنعرف الجريس ما بيتحدثوش لكنهم بيتخاطروا، وهنعرف دول مين. نقطه ان هم وجهوا له رساله، قالوا له ان انتوا العالم الان توجه الى حيث لا عوده بعد ان وصلتم لهذه التقنيه النوويه، لان التقنيه النوويه بتاثر عليهم. التقنيه النوويه دي هتعمل مشاكل كتير. المهم هو كان عايز يعرف كتير، وكان عايز يعرف حاجات عن تقنيه وحاجات عن كذا، بس هم سمحوا له بهذا اللقاء المحدد. رجع هو وثق اللقاء دوت، ووثق المدن دي. كان في مدن كبيره جدا اكتشفوها، 129 مدينه، من ضمنها 50 مدينه تحت الولايات المتحده فقط. من ضمنها اكبر المدن الجوف الارضيه برضو في اوروبا، في مصر اكبر المدن جوف ارضيه، وفي مصر بيطلعوا مننا حته. طيب هقول لحضرتك، دي مدن جوف ارضيه، دي حياه كامله يعني ما بيطلعوش هنا خالص. ايوه، ما احنا هنتكلم يعني هنتكلم ايه عالم جوف الارض، وايه دول انس ولا جن ولا ايه بالظبط، وهنتكلم على الاجناس اللي هي جوف ارضيه. بس هي النقطه ان هو في عمليه المشروع الاحمر
الموثق فيه ان هو تم رصد 129 مدينه جوف ارضيه، ومنهم مدن كبيره جدا زي مدينه اجارسيا وزي مدينه تريمبو، وفي حاجات بدائيه جدا، وفي اقوام يعني مش الكل، يعني في اجناس متتاليه، وهنعرف الادله الدينيه على الكلام ده كمان. بس هي النقطه ان من احد هذه الحاجات ان من اكبر مدن الجوف ارضيه مدن تحت مصر نفسها، ودي اللي كانت بتسمى زمان في ايام الفراعنه بطيبه السفليه، وكانت بتسمى بمدينه دوات، واحنا ما كناش بنفهم يعني كان في مدينه دوات وكان في الحارس بتاعها احنا بنسميه ان هو ده الاله اكر، والاله اكر، وهم على فكره المصريين القدماء ما كانوش زي ما الناس فاكره متعدين الالهه، ولا كانت حكوماتهم كافره ولا الكلام ده كله. المصريين القدماء وده موضوع هنفتحه ان شاء الله بعدين. قدماء المصريين كانوا مسلمين يا جماعه، قدماء المصريين توالى عليهم رسل متعددين، وقبل حقبه اخناتون قدماء المصريين كانوا مسلمين، ومرت عليهم فترات ضلال، وظهرت بيهم بعض الاخوات الماسونيه وبعض عبده الشيطان زي اخويه حورس، وهنعرف الموضوع ده ان شاء الله. المهم قدماء المصريين كانوا زمان بيتعاملوا مع مدن العالم السفلي، ولم تكن مدن كافرة كما يعتقد البعض، ولم يكونوا من ضمن اللي هو تعامل السحرة مع الجن، يعني دي كائنات هنتكلم عليها، لأن منهم مؤمنين ومنهم طرائق قدنا، مش كله، يعني في منهم من أصول بشرية وفي منهم من الجن، لكن في من أصول بشرية كتير وفي من أصول إنسية، وهنعرف يعني إيه الفرق بين أصول إنسية وأصول بشرية، لأن النقطة اللي غايبة عن الناس والناس هترفض إنها تعرفها، لكن مع احترامي للجميع الرفض مش هيغير شيء، لأن دي الحقيقة إن البشر أبناء آدم هم جنس فصيل من الإنس وليسوا هم كل الإنس. البشر أبناء آدم هم فصيل من الإنس وليسوا كل الإنس. واللي فاكرين إن سيدنا آدم لم يكن هناك خلق قبله، هذا كلام خاطئ ومدلل عليه علميا يعني بمليون دليل. دينيا، فالبشر دينيا قولي. ايوه علميا ودينيا. قولي لي دينيا ايه؟ ما احنا هنفتح، لا قولي لي دلوقتي، ما دام فتحت الموضوع قولي بقى، ما انت مصممه تاخديني في سكه ثانيه. لا لما نفتح قولي لي برضه، انا مش هقدر اعدي دين لما اعرف بقى. ايوه بس عشان ما نقطعش. لا ما انت اللي قطعتي، قولي الدين ايه بقى عشان انت ما تسمعيش الكلام. يعني مثلا الرسول عليه الصلاه والسلام قال هناك ألف آدم مثل آدمكم. هنشوف دلوقتي أقوال سيدنا علي، وهنشوف مثلا حاجات كتير، بس أنا ما كنتش عايزة أفتح الأدلة الدينية دلوقتي. أنت اللي دخلتي أوكي تاخديني تلبسيني في الحيطة وبعدين تقولي لي مش عايزة. لا ما هو كده، ما حد قال لك تتكلمي في ده. وبعدين مثلا يعني في حاجات أكيدة في القرآن، يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى مثلا في الحديث عن الأرضين السبع، انا ما كنتش عايزه افتح الموضوع ده غير لما نتكلم عن جوف الارض. قولي، ما هو انت اللي فتحت الموضوع دلوقتي لما قلت ان ربنا ان في قبل ادم حاجه، لازم تقولي بقى بالدين. طيب ثانيه. لا حول ولا قوه الا بالله. انا عايزه اكمل الموضوع بعدين ندخل في الادله الدينيه، لان احاديث كتير جدا انا هوردها ورا بعضها. انت عشان دخلت في موضوع لابد، انما ان شاء الله ما كملنا ولا كلمه، يعني قاعدين اهو. لكن من اهمهم مثلا الحديث اللي هو بتاع رسول سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، هناك ألف ادم مثل ادمكم، ده من اهم الاحاديث. طيب وحاجه من القران اللي اتكلم فيه بقى على ان قبل ادم في حد. اصلا للاسف ان انا جايباهم بالتتابع، الاول عن جوف الارض وكده. يعني مثلا عن حذيفه بن اليمين، وده في اكثر من كتاب. يعني سالت رسول الله عليه الصلاه والسلام عن ياجوج وماجوج، فقال ياجوج امه وماجوج امه، كل امه 400,000 امه، لا يموت الرجل منهم حتى ينظر الى 1000 ذكر بين يديه من صلبه، كل قد حمل السلاح. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم 3 أصناف، صنف منهم، اصلا مش عايزه ادخل في ده غير لما نتكلم عن كائنات جوف الارض. اديني فرصه بس، عشان هم الناس مش هتفهم لو قلت لهم الكلام ده يا ستي. انت لما تقولي ادم، لان أيوة. راح يقولوا ان ربنا قال ان ربنا سبحانه وتعالى جاب ابليس قال له اني خالق في الارض. أيوة. في النص الايه ان جاعل في الارض خليفه لي. خليفه لي، خدت بالك؟ فقال له لا تلعب في الارض من يسفك الدماء. بقيه الايه ده يعني معناه ان اللي ربنا بيقول كده يبقى ده اول البدء. ايه اللي يثبت ان في حاجه قبل كده؟ بس عشان انت اللي فتحت السكه. وجعلناكم خلائف في الارض من بعدهم. من بعد مين؟ ما هو في كذا، يعني في كذا آية في القرآن الناس بتاخدها لا ده من بعد حرب كذا، أو من بعد كذا. في أول فاصل هنكملي، وفي أول فاصل أيوة تدوري. أول فاصل هتدوري، كملي. حاضر اوكي. أنا هكمل بس ما تقطعيش بقى عشان خاطر ما تدخلناش في حتة.
المهم نرجع تاني للمشروع الاحمر. الاحمر قلنا دلوقتي ليه أيوة. حاجه و131 مدينه والكلام ده كله، 129 وكتب مدينة هذا الكلام تم رصدها ومدن كثيرة تحت مصر، وعرفوا طب ليه فتحات. سيبك من مصر دلوقتي، ربنا يخليك، هو ما شافهاش بتاعت مصر ولا ليه هنا؟ لا، في علماء، يعني في لا هو علماء. برج ايوه ده ايوه برج لا، ده ما هي المشروع الاحمر ده كان شامل تحتيه كذا عمليه. عمليه هاي جامب دي واحده من العمليات. عمليه هاي جامب دي اكتشفت مدينه جارسيا ومدينه ريمبو، وكانت واحده من العمليات. انما في اكثر من عمليه، في عمليه منهم قادها برضو عالم كبير، بس انا عشان مخي يبقى خلينا في حاضر. برج دلوقتي. مهم، يعني ان هو كان في عالم كبير ولقى برضو اكثر من مدينه جوف ارضيه تحت مصر، ومن اكبر المدن ولها 3 فتحات. اوكي، يعني مثلا في الهرم الاكبر من احد الفتحات الاساسيه في فتحتين كمان، اساسيين في مصر. المهم يعني في فتحه بينهم قال عليها في الهرم. ايوه، في فتحه في الهرم، في صور عندنا ده ولا متوصله ايوه في صور ثواني. عندنا طيب ده ثواني. ايوه طيب، ما انت بتفتحي دلوقتي اقول لك تقول لي مش في تسلسل، ما هو ده ما هو دي اللخبطه اللي انت عاملاها لي. انت دلوقتي عايزه تتكلمي، قلت لك سيبك من مصر دلوقتي، خلينا نمشي في برج ده عشان برج ده اللي هيجيبنا لغايه الاخر. نقول خليني في برج ده بس عشان ما تاخدنيش. هتقولي لي الهرم اقول لك وريني الصوره. طيب هتقولي لي لا هدور. ايوه اهو لا ده ولا ده. هنشوف الصوره وهنشوف كل حاجه. هي طلبت فاصل الاميره اهي. طيب دكتوره، عشان نمشي في التسلسل بتاعنا هنوصل للنقطه ديت مع بعض يا دكتوره. ايوه التسلسل بتاعنا الجنرال الامريكي بيرج ده لقي حاجه 120 مدينه، وكان في مشروع اللي هو الهاي جامب ده او القفزه العاليه ديت، وقدروا يوصلوا لحاجات منها. نكمل بعد ديت. طيب اوكي. طبعا بعد الوصول للحاجات دي، بس برضو يعني قبل الفاصل كل الادله الدينيه احنا هنتكلم فيها، بس عشان الناس تفهم بعد كده يعني ايه. الاول تفهم يعني ايه عالم جوف الارض، ويعني ايه كائنات الجوف الارضيه، لان عشان بعد كده لما نجيب لهم الادله الدينيه يبقوا فاهمين احنا بنتكلم على ايه. المهم نرجع تاني لمرجوعنا للمشروع الاحمر. بعد اكتشاف هذه المدن توصلت برضو امريكا في قواعدها على كيفيه الاتصال اللي كان بيعملها هتلر، لان هو يتصل بهذه الكائنات، او خاصه مجموعه اللي هم الجريز او الرماديين اللي هم ما وصلوش لهم. هم لا، كان لسه ما وصلوش للمجموعه دي. بس ابتدوا ياخدوا نفس الطريق اللي سلكه هتلر في الاتصال بمجموعه الجريز، عشان يعرفوا ايه اساس التقنيات دي وازاي يقدروا يستفيدوا منها. تم الوصول ليهم، وتم برضو يعني عدة يعني، وخاصة بقى ايه يعني حصل حاجة قبل ما يعملوا اتفاقيات معاهم، ان كان في تجارب نووية في المنطقة 51. حصل مشاهدة ساعتها لحادثة وثقت غريبة جدا، كان اسمها حادثة روزويل. حادثة روزويل دي تم فيها اسقاط طبق طائر في عام 1947 بجانب المنطقة 51، بناء على تجارب نووية تتم في المنطقة 51. حادثة روزويل دي اللي قلبت كمان الموضوع لضرورة جدا، لأن تم فيها أسر أحد الكائنات كان لسه ما توفاش، وكان في 2 توفوا. وحادثة روزويل دي موثقة يعني سنة 47، وتم دراسة كل اللي في الطبق الطائر دوت وما يخص يعني ايه نوعيه التقنيه ديت. وممكن نشوف برضو اللي هي الصور الخاصه بحادثه روزويل، وتم تشريح برضو كائن يعني. معلش نشوف صور تانية دي. يعني ده حادثه روزويل، ده الطبق اللي هو يعني ده جت في الجرايد اصلا الامريكيه وكانت موثقه. نشوف اللي بعديها بعد اذنك. من احد الكائنات اللي هي برضو، معلش نمشي في الصور. تم تشريح احد الكائنات يعني اللي هي من روزويل. ايوه معلش اثبت على الصوره دي ثواني. هو لسه يعني هو سميت روزويل
عشان الكائن دوت اللي هو اللي كان لسه صاحي ما ماتش وتم تشريحه. اكتشفوا منه حاجات كتير جدا، فحد اطلق عليها ان هي شبه واحده اسمها روزول، فسميت بحادثه روزول. هم يحبوا الامريكان الفيلم من ضمن يعني من ضمن معلش اخلي الصوره دي شويه، من ضمن الحاجات يعني ان هم في اثناء التشريح اكتشفوا ان هم كانوا بيشوفوا عيونهم لون واحد، لكن اكتشفوا ان دي نوع من العدسات. وعلى فكره خدوا من دي تقنيات الرؤيه الليليه، دي نوع من العدسات بتعمل رؤيه ليليه تامه. يعني مركبين عدسات على عينيهم. مركبين عدسات على عينيهم، لكن هم عينيهم زينا فيها مقله عاديه مش لون واحد. لكن هم مركبين عدسات، والعدسات دي من احد مهامها ان هي بتوري رؤيه ليليه جيده جدا. من احد الحاجات اللي هم لقوها برضو في روزويل، الصوره اللي هي في المنتصف دي، ان لقوا ان الطبق الطائر دوت هم لهم 6 ايدين في 6 صوابع، قصدي 6 صوابع في الايدين والرجلين. من ضمن الحاجات ان الطبق الطائر فيه تقنيه اللي احنا بقى بنعملها دلوقتي، اللي هي ان هو بياخد عن اشارات المخ. يعني بيحط بالايد، بيوجهه بالايد، وبياخد الاوامر عن طريق اشارات المخ. والتقنيه دي على فكره اعلنت عليها IBM، واعلنت عليها اكثر من شركه ان هي ابتدت تنزل، اللي هو بياخد عن طريق اشارات المخ. وبيحدد الفيفوريتس والاتجاهات والطلبات عن طريق الاشارات. التقنيه دي نزلت في السنتين اللي نزل في التلفزيون كمان، عاملين حاجات شاشات، نزلت وهتبتدي تعمم كمان. لكن هي التقنيه دي اصلا هم يعني هنعرف بعد كده ازاي هم اخذوا تقنيات كتير وحجبوها بتبتدي تظهر في العصر الحديث، لان هي تقنيه حديثه، لكن هم اخذوا حاجات كتير منهم من متقدمين جدا. هم دول من الرماديين. دول روزويل دي رماديين. روزويل من الرماديين. دول ما بيتكلموش وهنتكلم على دول مين بالظبط. طب ما تتكلمي، ما احنا قاعدين معاهم هم. ما هو عشان نفتح موضوع جوف الارض بالكائنات اللي جوه والكلام ده. المهم، فمن الاحد الحاجات اللي خدوها طبعا بعض التقنيات. كان في تقنيات برضو، مثلا الجزء اللي هو على في اسفل الصفحه من جهه اليسار ده، جزء بيساعد على توجيه طبق الطائر برضو عن بعد، توجيه طبق الطائر والطيران عن بعد. في حاجات بقى دوائر كتير خدوها. المهم ان هم اخدوا طبق روزويل ده يعني فتفتوا كل حته فيه بحيث يعرفوا كل حاجه، ونوعيه المعدن ونوعيه كذا. وكان في نوع معدن غريب جدا مش ظاهر على الارض يعني، وعشان كده قالوا ان الموضوع ده مش من الارض، ولا من الحاجات اللي هم يعني، ولا من الحاجات اللي رصدوها او حاولوا يرصدوها في جوف الارض، ولا اللي كانوا رصدوها في جوف الارض. ايوه كان في نوع من المعادن يعتبر يعني عامل زي الزئبق، بس يعني اللي هو بيعمل شرائح وبيمتد بصفه الشرائح دي، بس عامل زي الزئبق. ده كان نوع غريب من المعادن. هنتكلم على النوع الغريب دوت من المعادن لما نيجي بقى الملف مهم جدا هنتكلم فيه، اللي كشف بقى ايه القصه بقى اللي اتعملت طول السنين اللي فاتت. امريكا بعد الحادثه ديت توصلت للتعامل مع الجريس. وهنشوف على فكره برضو يعني الفيديوهات بتاعت حادثه روزويل وتشريح كائن روزويل وكده موجوده ده فيديو ده ده احد الفيديوهات اللي هو كان بيتم فيها تشريح احد الكائنات اللي اتخذت من روزويل. وده فيديو حقيقي مش فيديو فوتوشوب ولا كده، ده فيديو قديم حقيقي. كانت احد الكائنات. وكان برضو في نفس السنه تقريبا في نفس السنه تم اسر برضو طبق طائر في روسيا، وبرضو موجود هنا وموجود الفيديو بتاعه كده. وتم برضو دراسه هذا الكائن، وكان برضو من الرماديين. بعد الحادثتين دول هم اهتموا جدا ان هم يحاولوا يتواصلوا مع هذا الكيان اللي هم الرماديين، عشان يعرفوا ايه كيفيه التعاون، هل يقدروا ان هم يوصلوا. ده برضو من احد الكائنات الجوف ارضيه اللي تم برضو بس ده واضح ان هو صغيرين جدا يا دكتوره. ما هو في انواع كتير جدا هنتكلم عليه. في انواع يعني ده ايده في يعني دماغه في كف ايده يعني. بس ده من احد اللي كانوا مأسورين، فهم يعني كانت يعني خس مثلا يعني، ولا كانت اتقطعت ايديه يعني، لان احد المأسورين. في برضو كان اللي هو لا يعني شوف ايده لما على صدره مغطيه، ده انا اقصد اقول هو لسه صغير، ده بيبي يعني، عامل زي البيبي يعني. ايوه، ما هو في فصائل متنوعه، بس احنا هنركز دلوقتي في الجزء اللي هو بتاع الرماديين. ليه؟ هو ده مش رمادي. لا ده مش رمادي، لا ده مش رمادي. ده هنتكلم عليه لان ده في كائنات اخرى من اصول بشريه، وفي كائنات اخرى هنتكلم عليها موجوده من اصول انسيه قصدي. هنتكلم عليهم.
وهنتكلم على ياجوج وماجوج ايه هم وياجوج طب وماجوج بس خلينا في والكلام ده السكه كله. بتاعتنا دلوقتي، ما تدخلناش في حاجه. المهم هم تواصلوا ان هم يعرفوا قدروا يتوصلوا اتواصلوا معاهم رماديين للرماديين بنفس الاسلوب بتاع هتلر. هتلر. وكانوا عايزين برضو يستمروا في هذا التعاون التقني، واتفقوا بمعاهدات كاملة على سرية هذا الموضوع وتغييبه عن العالم تماما. معاهم هم؟ لا، اتفقوا الحكومات الدول الأساسية اتفقت ان هم هيتم هذا التعاون في قواعد. يعني اللي تم ده امريكا مع روسيا مع الحلفاء كلهم. بالظبط بصرف النظر عن الخناقات الظاهريه بتاعتهم. يعني هم العلماء الروس بيتعاونوا في هذه القواعد. تم بقى انشاء اكثر من قاعده هنتكلم عليهم بالتفصيل، لان دلوقتي بقى في ما يفوق مثلا حوالي 140 قاعده جوف ارضيه حول العالم، وبينها مسارات محدده. هنفتح الملف ده بالكامل لان ده ملف كبير. انا عشان كده بقول للناس انا يعني هنشرح كل حاجه بس افهم لهم ايه الموضوع الاول. المهم ان هم اتفقوا على ان هذه الجهات المخابراتيه الخاصه بدول الحلفاء والدول الكبرى ان هي تحافظ على سريه هذا الموضوع والتغييب عن العالم تماما، واستخدام هذه التقنيه ان هم يتطوروا في هذه التقنيه بصرف النظر عن ايه اللي بيحصل فوق السطح. يعني كان في تعاون مع المخابرات الروسيه مع جهات متخصصه من المخابرات، مش المخابرات العامه يعني في روسيا، بصرف النظر عن الحرب البارده بين امريكا وروسيا، بصرف النظر عن الحروب ده كله في الهرايس اللي بتدور على وجه الارض. اوكي، لكن في اتفاقيه ملزمه ان ما يحدث في القواعد السريه هو سري بحت وكذا وكذا، وبيستخدموا التقنيات دي. ايه بقى كان من النتائج ده؟ وصلت هذا يعني وصل هذا الكم من التعاون لعمل اتفاقيه رسميه اسمها اتفاقيه جرياده. اتفاقيه جرياده دي كانت في عام 1954. اتفاقيه جرياده تمت بين حكومه الولايات المتحده ممثله لحكومات الحلفاء وبين جنس جريس او جنس الرماديين. الاتفاقيه دي طويله بس المختصر بتاعها ان هو تعهد بان هم يوفروا لهم احتياجاتهم من ايه بقى؟ هم كان بتتم عمليات اختطاف للبشر لاهداف معينه. اهداف معينه دي هنتكلم عليها بالتفصيل بعدين. هم محتاجين من حين لاخر اختطاف شخصيات معينه وبيتم ارجاعها. بيرجعوها تاني؟ بيرجعوها تاني بس بيرجع خلصان ده مش لا، بس هنعرف هم ليه بيخطفوا وايه التجارب اللي اثبتت في امريكا ان المختطفين دول فعلا تم اختطافهم، لان هم تعرضوا لتجارب نفسيه كتير ولتنويم مغناطيسي حتى يتم معرفه الحقيقي من الخداع، واتضح ان 80% منهم فعلا تم اختطافهم. اوكي، احيانا في ناس بتسال طب ليه الاختطاف بيحصل في الدول الغربيه ما بيحصلش في الدول العربيه؟ الحقيقه ان الاختطاف بيحصل في الدول العربيه، وهذه اللقاءات تتم في الدول العربيه وكل حاجه عندنا، لكن لا يوجد متسع من الكلام الرسمي او اهتمام رسمي، وكل ما يحدث له هذا يخشى من الحديث فيه. لكن ما يتم في الدول الغربيه يتم في الدول العربيه في كل حته في العالم بيتم ويتم في كل حته في العالم. هنعرف بعد كده ان الاختطاف ده بيتم لاكثر من سبب. احدهم خلينا في الاتفاقيه بقى عشان ما تخرميش. المهم اتفاقيه جرياده تمت بين حكومات دول الحلفاء ممثله برئاسه امريكا وبين كائنات الجريز او الرماديين. الاتفاقيه دي بتنص على ان هم ياخدوا احتياجاتهم من بشر، بس اشترطوا عليهم ان هم يقولوا لهم ان هم هيسلموهم اعداد محدده بالاسامي ويتاكدوا من ارجاع هذه الاعداد. وهم عندهم حاجه في وسط التقنيات ان هم فعلا، ويا ريت الناس اللي هتضحك وتفتكر ان الكلام ده من الافلام، يا جماعه اللي في الافلام ده كله حقيقي، ان هم عندهم تقنيه ممكن بينسوا الشخص الذاكره الحاضره. عشان كده كل الشخصيات اللي تم اختطافها عقلها الباطن بيسجل ده، لكن عقلها الظاهر بيلاقيها، فدول بيقعوا في ارتباك شديد، وعشان كده تم حصرهم وتم عمل تجارب نفسيه عليهم وتنويم مغناطيسي، وعرفوا عن طريق التنويم المغناطيسي ان دول فعلا ما يروه في مشاهداتهم ان هم تم اختطافهم بالفعل. وهنتكلم عن اسباب هذا الاختطاف. اتفقوا انهم يحددوا لهم ناس باعداد ويسلموه بعد على السركي يعني. من ضمن الحاجات الاعداد، من ضمن الحاجات ان هم بيحتاجوا بعض المواشي لتغذيتهم، ما بيكونش في تغذيه كامله. وهنعرف ان مواشي من بتاعتنا ايوه بياكلوا لحمه ولا بياخدوا بلازما ولا النقطه بقى اللي احنا يعني هنتكلم عليها. الكائنات دي ما عندهاش اجهزه تناسليه ولا عندها اجهزه هضميه، وبتتغذى جريس بالذات، لان احنا هنعرف ليه امال بيتكاثروا ازاي. ما انا هقول لحضرتك حاجه.
بيلاقوهم جنب الجامع بقى. ما انا لو قلت دلوقتي الناس هتتصدم. انا عايزه لما اتكلم على كائنات جوه في الارض بقول لهم ليه الجريز بقى كده. انما لو فتحتها من الاول الناس يعني هتتصدم اكتر ما هي مصدومه. من تشريح روزويل ومن تشريح اللي هو الجريز اللي كان في الطبق الروسي، لقوا ان الكائنات دي يعني استغربوا جدا. الكائنات دي ما عندهاش جهاز هضمي ولا عندها جهاز تناسلي. من احد اسباب الاختطاف ان هم المجموعه الموجوده دي هنا الجريز بالذات لهم اصل فضائي، وهنتكلم على اصلهم الفضائي دول مش من الكائنات اللي هي لكن المجموعه الموجوده هنا مجموعه مهجنه اللي تحت الارض يعني اللي تحت الارض. الجريز اللي تحت الارض مجموعه مهجنه تم التلاعب بيهم، وهنعرف ليه تم التلاعب بيهم، موجودين هنا بيعملوا ايه. لكن النقطه ان الجريز الموجودين دول مجموعه مهجنه، فنتيجه التلاعب في جيناتهم هم بيتكاثروا عن طريق الاستنساخ. هم بيحتاجوا لعمليات الخطف لان هم بقى لهم الاف السنين الجينه العمليات الاستنساخ عملت انهيار للجينات الاساسيه والدي ان ايه بتاعهم. بيحتاجوا ان هم يعوضوا ده من الجنس الادمي، زائد ان هم بيعملوا تجارب خاصه على الجنس الادمي، زائد ان هم احيانا بيزرعوا بعض نطف مخصبه في بعض الاناث الجنس الادمي. الناس هترفض دوت، بس يا جماعه مع احترامي للجميع برغم الرفض الكلام ده عليه مليون اثبات، والكلام ده حقيقي، والكلام ده احنا عارفينه من زمان، ومع انه صادم بس ارجوكم دي الحقيقه. اوكي. كتير من عمليات اسقاط الاجنه اللي بتحصل بيبقوا هم اللي وراها، وكتير من الناس اللي بيتم اختطافها بيتم اجراء دراسات على الاناث محدده، زائد ان في بعض ناس من اللي بيتم اختطافهم هنشوف برضو ايه الاسباب الاختطاف ده. وعلى فكره اكبر علماء الفضاء اللي اشتغلوا في الملف دوت لقوا ان كمان ده كمان كان من مثلا من الستينات او كده، ان بيتم اختطاف من قبل الكائنات دي ما يزيد عن 10,000 سنويا حول العالم. بيتم اختطاف ما يزيد عن 10,000 سنويا وهنا حول يعني العالم. بلاد زي بلادنا ما حدش بيعرف واحد اختفى. وكثيرا منهم من الاطفال، يعني كتير منهم من الاطفال. في اطفال بيختفوا كمان تماما، لكن بصرف النظر عن عمليات الاختطاف اللي بتتم حول العالم لاسباب متعدده، الجريز وراء اختطاف الالاف سنويا. زي ما قلت المعاهده ديت حددوهم باعداد محدده بان هم يمدوهم بالاسامي عشان تاكدوا من رجوعهم. وبرضه هنتكلم عن موضوع الاختطاف ده وله اسباب اخرى بس هنتكلم عليها بعدين. المهم نرجع في معاهده جرياده تم دوت ان هم امدادهم ببعض المواشي. هم زي ما قلت ما بيتغذوش عن طريق الجهاز الهضمي، لكن بيتغذوا عن طريق الجلد، وعشان كده بيحتاجوا في المواشي الاجزاء اللي هي بيبقى فيها اغشيه مخاطيه عاليه وانزيمات عاليه. فانا معايا كمان برضو فيديوز بس مش مجالها دلوقتي عن طريق كل الناس اللي جنب القواعد العسكريه اللي فيها تعاون تقني مع الالينز بتشتكي من ان مواشيهم بيتم قتلها بنفس الطريقه، وبيختفي منها الاعضاء الطريه زي اللسان، زي الحاجات اللي فيها اغشيه مخاطيه عاليه. وهم عارفين كويس، وبقى الموضوع ده عادي عندهم ان هم دي طريقه اللي هم الالينز الاكل بتاعهم. من ضمن برضو المعاهده دي ان هم بيحتاجوا رقائق الذهب. رقائق الذهب بيستخدموها في اكثر رقائق الذهب بيستخدموها في اكثر من موضوع. من ضمن المواضيع دي برضو في مواضيع اللي هو الهايبريد نفسها اللي هو اللي بيعملوا منها استنساخ، فبيحتاجوا رقائق الذهب. من ضمن المواضيع دي محتاجين رقائق الذهب لموضوع اخر خلينا نأجله دلوقتي. المقابل اللي يعني هم عايزين من امريكا مواشي وناس يتخطفوا او يدلوا الناس يعملوا عليهم تجارب ورقائق ذهب. دول 3 حاجات. والحفاظ على السريه. والحفاظ على السريه. وطبعا مقابل التعاون التقني. من بعد معاهده جرياده تم اخذ الكثير والكثير من التقنيات ومن العلوم. من ضمن هذه العلوم اللي هي كان اساسها الجريز علوم النانو تكنولوجي، كان اساسها الجريز. من ضمن العلوم اللي كان اساسها الجريز علوم الميتا ماتيريال او ما فوق الماده، اللي هي بتستخدم حاليا او ظهرت بقى حاليا في صوره تطبيقات تجارب الاخفاء، لكن هي موجوده من زمان. ميتا ماتيريالز دي اخدوا تقنياتها من الجريز، وهي بتبقى نوع معين من السبائك، غالبا ما بتبقى الكروم النقي، ودي قادره على انها تستخدم خاصيه في الضوء ان هو بتعمل عكس. يعني مثلا انا يبقى عندي جسم كده، انا بطلب مواد معينه في لها سبيكه معينه بس غالبيتها الكروم النقي، بس لها حسابات معينه. بتيجي الاضاءه
الخام السبيكه دي قادره، او استخدام النانو تكنولوجي مع الميتا ماتيريالز اللي هي ما فوق المواد اللي هي طبيعه الجزيئات، بتبقى قادره على ان تعمل حيود للضوء وان هو يرجع لنفس مستواه ويكمل، فانت ما تشوفش الجسم اللي موجود تخفيه خالص. يعني دي طبعا من اقصى حاجات الستيلز او الستيل تكنولوجي او تكنولوجيا الاخفاء. في عده تكنولوجيات الاخفاء، بس دي فهم خدوا من أكبر. تكنولوجي كتير عنهم. كتير خدوا الغواصات النوويه الحديثه، خدوا هنتكلم كمان يعني خدوا تجارب الاخفاء، من ضمنها تجربه فيلادلفيا، ودي فتحت يعني تجربه فيلادلفيا دي من التجارب الموثقه لان اشترك فيها علماء كبار. تجربه فيلادلفيا هنستعرضها كامله في مره، اللي هي تمت فيها تجارب الاخفاء، ودي استخدمت في مختبر اسمه كامب هيرو، وده مختبر عسكري تم اخفاء سفينه. التجربه دي اشترك فيها كان في نهايات عصر اينشتاين. يا ده من زمان يعني. كانت قبل وفاه اينشتاين. اشترك فيها كم كبير وهنتكلم عنها. المهم ان هم خدوا منهم تقنيات كثيره جدا، الصواريخ تقنيات صاروخيه، تقنيات غواصات، تقنيات طبيه، تقنيات تهجين، ابحاث التهجين، ابحاث الاستنساخ، حاجات كتير جدا اتخذت نتيجه لهذا التبادل التقني، وحاجات كتير قوي تم اخفائها في هذه القواعد ولم تظهر للنور بعد، حتى احنا بنسمع عن بعضها حاليا. طيب. عشان احنا المفروض هنطلع فاصل. اوكي. في بس الاخ خالد علي، لان الاخ خالد علي دايما الاستاذ خالد علي بيتكلم بيقول هذا كلام يراد به هدم كل العقائد. لان سالت يهودي ومسيحي ومسلم من هم الخلق سيقولون الانس والجن والملائكه، ولا يوجد في اي كتاب سماوي مخلوقات جوف ارضيه. عايز اقول للاخ خالد علي ان ان لو انت قريت في سوره الطلاق ايه 11. أيوة. خالد، سورة الطلاق آية 11 خدت بالك، الله الذي خلق سبع سماوات طباقا ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. بس يا أستاذ خالد إيه، خليك بالراحة علينا يا عم خالد. نخلي تاني حاجة ما أنا عارفة هو عنده حق. الإنس والجن هما الثقلين، لكن من هم الإنس والجن؟ هي دي النقطة. يعني من هم الإنس والجن؟ نخلي ده بعد نخلي ده بعد الفصل. بس امريكا عملت لهم 2 مليار بتاع ده على فكرة معونة برضه عشان يقطع عنهم المعونة. يا دكتوره. ايوه. الاستاذ خالد علي كان بيقول لك ان احنا الاستاذ خالد علي هو عنده حق ان الثقلين هما الانس والجن، لكن الانس والجن فصائل متعدده وكثيره وهنثبتها بالاحاديث وبالقران الكريم. الجان المخلوق من النار، الجان هو فصيل من الجن. الجان الذي أخبرنا به الله أنه مخلوق من النار هو فصيل من الجن. الجن تسكن الأرض وتسكن جوف الأرض وتسكن طبقات عليا، ومنهم المؤمنون ومنهم الكافرون ومنهم طرائق قدد. أنت كلامك صح إن الخلق هم المحملين بالأمانة أو اللي هم هيجمعوا وهيحاسبوا هم الثقلين، هم الإنس والجن. لكن زي ما قلنا لما هنيجي نتكلم وهنشوف بالأحاديث وهنشوف بأقوال ابن عباس وهنشوف بأقوال علماء المسلمين وهنشوف بالأدلة العلمية وهنشوف بكل حاجة إن فصائل الإنس متعددة وهم آلاف، يعني وفي حديث للرسول عليه الصلاة والسلام نحو 400,000، يعني 400,000 أمة لما تحدث كمان عن جوف الأرض. فهنشوف الكلام ده بالأدلة الدينية. هما أنا ما قلتش إن كائنات فضائية دي كائن خارج عن الجن، لكن من هما الجن؟ الجن هو كل ما جن أو حجب عن إدراك الإنسان، سواء ببعد مكاني أو سواء ببعد آخر اهتزازي. زي ما قلنا في بداية الحلقة اللي فاتت إن كل شيء في الكون عبارة عن طاقة، لكن ما يجعلنا إن إحنا نرى هذه الموجودات إن هي موجودة في كوننا المرئي هو سرعة اهتزازها أو سرعة ترددها، اهتزاز ذرات حوالين مركزها. وربنا خلقنا بطبيعة إن إحنا حواسنا تدرك اهتزازات معينة أو ترددات معينة. عندنا الرؤية بنرى من 200 هرتز ل 700 كيلو هرتز، ما دون ذلك وما فوق ذلك لا نراهم. الأذان بتاعتنا بتسمع من 20 هرتز ل 20,000 كيلو هرتز، ما دون ذلك لا نراه. ما يجعل هذا صلبا وهذا سائلا وهذا غازيا هو سرعة اهتزاز المواد حوالين ذراتها. كلما زادت هذه السرعة كلما اكتسبت المادة شفافية أكتر.
وده اللي بيفرق بين ان احنا عالمنا المنظور في جميع الاطياف وشامله من بدايه الموجات اللي تحت حمراء لجميع الاطياف للموجات الفوق بنفسجيه، ما دون ذلك ما فوق ذلك لا نراها ولا نلمسها، بدليل ان انت جنبك وبقى حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام جنبك عمار الدار، وعمار الدار لهم ملابسهم ولهم ادواتهم، انت يمكن وانت ماشي ان انت تخترقهم، لا يمكن انك انت تشوفهم، في حين ان هم بيشوفوا الترددات الخاصه بينا، لكن احنا خلقنا بيرى هذه الترددات وبيحدد مواده او بيحدد ما سخره الله له في حدود هذه الترددات. فعشان كده بنشوف هذه الماده صلبه، هذه الماده سائله، هذه الماده غازيه، بنقدر ان احنا نتعامل، نسمع اصوات بعضنا، ان احنا كل شيء عباره عن طاقه، لكن هم يقعوا في نطاق خارج ترددات ادراكنا المادي. تمام. م. طيب احنا هنرجع بقى علشان خاطر أيوة فاضل يعني لنا 18 دقيقة. طب اوكي، واخده بال حضرتك؟ ماشي. عشان تلحقي انا عايزه اكمل جزء مهم جدا قبل ما نخلص، يعني قبل ما نخلص موضوعنا. موضوع كبير على فكرة. بقول لك 12 دقيقة النظرة. طب ليه 12 دقيقة ليه؟ موضوع كبير على فكرة، موضوع كبير ولسه فيه حاجات مهمة جدا. هنعمل ايه؟ عايزة تقفل المدرسة وتروح هي. لا لسه في حاجات مهمة، لأن لسه عايزين نتكلم عن جوف خلاص ما احنا هنضيع الوقت ليه؟ طيب عايزين نتكلم على اقفلي على الحلقة دي والحلقة الجاية هنكمل. هنعمل ايه؟ طب عشان نكمل موضوعنا النهارده، مهم ان هم اخذوا تقنيات كتير جدا. انا عايز اجري في جزء مهم جدا، وان شاء الله يا ريت يبقى فيه مثلا باذن الله لو ربنا قدر قعده ثانيه نتكلم فيها تماما بقى عن جوف الارض بالادله الكامله، وعن اجناس جوف الارض، وعن ان هم فعلا منهم من الجن ومنهم من ابناء يافس ابن نوح. نرجع بس يعني منهم من ياجوج وماجوج، مش أمة واحدة، يأجوج ومأجوج آلاف الأمم، غير إن هم أطلق على كائنات جوف الأرض يأجوج ومأجوج فقط لأن هم الأكثرية، لكن هناك أقوام أخرى هنعرفها وما هم من أصل فضائي موجودين ليه، لكن هذه الأقوام كلها تشمل في معظمها الإنس والجن، لأن في جن علوي يا جماعة، وهذا بالقرآن. ربنا سبحانه وتعالى لما قال ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهنشوف في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهنشوف في أكثر من آية من القرآن. لكن المهم أنا عشان الموضوع ده قبل ما الناس ترفض هنفتح ادلته العلميه والدينيه بالكامل، لكن انا مهم ان انا اجري في الموضوع الخاص بيا النهارده اللي هو ليه الاعداد لخديات الغزو الفضائي بعد عمليه بقى اللي هي المعاهده بتاعه جرياده. هنتنقل لموضوع مهم جدا، وهو ملف خاص بعالم كبير جدا اسمه فيليب شنايدر. هذا العالم كان في افتحوا لنا بقى على طول الملف ده. حضروا الصور بتاعته يا شباب. العالم فيليب شنايدر دوت كان عالم جيولوجي كبير، ده امريكي شنايدر ده فيليب هو امريكي يعني بصرف النظر عن اصوله. فيليب شنايدر عالم امريكي كان من احد كبار العلماء الجيولوجيين المتخصصين اللي تم استخدامهم لعمل القواعد التحت ارضيه والمسارات اللي بين القواعد التحت ارضيه. بعد ما تعاون كتير وكذا وكذا، هو كان بيشوف حاجات مفرضة عليه ان هي غاية في السرية وكذا وكذا، وحفر بقى ايه. كان من احد اهم الحاجات اللي اشتغل فيها قاعدة اسمها قاعدة دولسي، دي بجوار المنطقة 51، ودي من اكبر القواعد، واشتغل في قواعد اخرى جوف ارضية، لكن كان غير مصرح له بمعرفة حاجات كتير، وكان بقى بيسجل حاجات كتير، لكن هو مجبر عليه، مجبر على السرية التامة. من احد الحاجات اللي كانت غريبه ان هم استخدموا نوع من الرياكتورز او المفاعلات النوويه لشق مسارات في اعماق سحيقه تحت الارض بهذه المفاعلات. هذه المفاعلات قادره على تذويب الماده لاعماق داخليه سحيقه، وان هي بتعمل زي نوع من الجليزنج كده للمسار دوت، بحيث ان هو يستخدم، يعني هو ما كانش فاهم ليه هم بيستخدموا الحفارات دي. الحفارات دي معموله وهنشوفها برضو، يعني ما فيش مجال للفيديو دلوقتي، لكن هي مشروح كل دوت. ممكن طب نشوف الصور اللي هي بتاعت فيليب شنايدر. يعني دي الحفارات اللي هي حفارات بتعمل برياكتورز، دي اللي بتعمل انابيب تحت الارض او فتحات، بتعمل مسارات بتعمل مسارات بس باستخدام يعني زي طاقه المفاعلات النوويه. فديت بتعمل جليس حوالين المسارات دي بحيث ان هي تستحمل بتجلدها يعني او بص حضرتك بتدوب في التربه ازاي، وبعدين تعملها جليس بحيث انها هتستحمل خروج اجسام. يعني هما كانوا حاطين لهم احنا عايزين الحوائط دي تستحمل خروج اجسام
ممكن تتخطى سرعه 3000 كيلومتر في الثانيه، زائد ان في مسارات كامله لسفن وغواصات نوويه رابطه بين القواعد دي. المهم بقى ان فيليب شنايدر ده وهو بيشتغل، يعني ممكن نشوف كل الصور، يعني استاذنكم يعني ده مواضيع كبيره جدا، ان في قواعد رئيسيه تم حصرها. فيليب شنايدر تم حصر القواعد بس اللي وصل لها ب 100 حاجه و40 قاعده. كان القاعده هنتكلم برضو على وجود الاطباق دي في القواعد، وهنتكلم عن مشروع افرو، بس نشوف الصور اللي هي بتاعت القواعد ملف فيليب شنايدر الاول. المهم ان فيليب شنايدر بقى من اهم الحاجات اللي حصلت له ان هو بيشتغل في قاعده دولسي، ودي من اكبر القواعد اللي هو كانت في الثمانينات، اتكلفت 30 مليار دولار بالتجهيز بتاعها، بالحاجات اللي اتعملت فيها قاعده دولسي اللي هي الجوف ارضيه وكذا. فيليب شنايدر وهو بيكمل حفر فوجئ، يعني كان رايح بيعمل الاشراف بتاعه، وهو بيكمل بيشوف الاشراف على الحفر فوجئ ان في تعاون. هو ما كانش يعرف بقى موضوع الجريز والتعاون مع الجريز وكده، فوجئ ان في قابل مجموعه من الجريز تحت. لا احنا يعني احنا عايزين نشوف اللي هو القواعد اللي هي بتاعت دولسي، يعني دي برضو من احد القواعد في المكسيك. في قاعده برضو موجود الجوف بتاعها، دي من احد قواعد المكسيك برضو. في قاعده بس دي مدخل بقى، دي بدائيه غير قاعده دولسي. لكن المشكله بقى عشان الوقت بس قابل ناس هو ان فيليب شنايدر قابل 2 من الرماديين. طبعا هو اتخض بتاع، المهم طلع كان معاه مسدس، طلع ما قدرش يموتهم. فوجئ ان هم ضربوا عليه طلقه. انا ممكن اشوف صوره فيليب شنايدر بالاصابه بتاعت، في صوره تانية كمان ليه ضربوا عليه طلقه شقت صدره، بس هو ما ماتش يعني، انقذوه، شقت صدره. تم علاجه. فهو قرر بعد الواقعه دي، يعني لقى نفسه ان في حاجات امور كتير غريبه، وحس ان هو هيحصل له حاجه نتيجه لان هو ما مشيش في المنظومه دي، او يعني هو كعالم او حجمه كعالم مش عايز يمشي في المنظومه دي. فيليب شنايدر فضح بقى الموضوع ده، وثقه، لان هو حس ان هو هيتم اغتياله لامور هو يعني هو عارف المعلومات اللي عرفها هتموتها، خط يعني خطوط حمراء. فيليب شنايدر وثق بقى كل ما تم تكليفه في هذه القواعد، وان هي تزيد عن 100 حاجه و40 قاعده، وان تكلفه القاعده كذا، وان هذه القواعد يتم تمويلها عن طريق البلاك بادجت اللي هو الاساسي من عمليات الحروب القذره على سطح الارض، ومن عمليات تجاره المخدرات، ومن عمليات الدعاره، ومن عمليات كذا، اللي هو البلاك بادجت بصوره عامه. يتم تمويل هذه القواعد وبتمول بمليارات ضخمه جدا. وان يعني هو بقى اللي كشف على معاهده جرياده ووثقها، لان هو قبل بقى ما يتم اغتياله حصل على وثائق كتير جدا، لانه كان عارف ان هو يعني عدى خطوط حمراء. كمان يعني حاجات كتير بقى هو ذكرها، سرب هو الحاجات دي، سرب الحاجات دي، وان في مسارات خاصه بين هذه القواعد، وايه هم الجريز دول، واتكلم بقى على جوف الارض، لان هو لما نزل اللي هي في طبقه اللي هي بتاعت انفاق دولسي، عرف ان جوف الارض الجاذبيه الارضيه على طبقه الطبقه الصلبه من الارض، لكن جوف الارض بيبقى معكوس، يعني تبقى المدن معكوسه. لان وده على فكره هنثبته علميا، ان عشان يكون الارض لها جاذبيه، عشان يكون الارض لها تقطيب مغناطيسي، وعشان اصلا كل الظواهر العلميه اللي بتحصل على الارض، حتى دورانها، لا يمكن تكون الارض مصمته ومملوءه بالصهار والا انفجرت مع الدوران، لا يمكن، يجب ان تكون مجوفه من الداخل. في امور علميه كتير يعني نتكلم عليها ما يسعش الحلقه، بس انا مهم جدا ان انا اتكلم على فيليب شنايدر، لان فيليب شنايدر وثق كل الكلام دوت. وممكن اجيب لكم بقى المحاضرات بتاعته بالكامل والامور اللي هو وثقها. لا لو حضرتك تدينا، لو ليه في مواقع اي حد من حضرات أيوة المشاهدين انا معايا ينزلوها، بس عشان اميره تنزلها. ما هي نازله، بس عشان ما فيش وقت في الحلقه، وفي فيديوهات مهمه جدا، ومعايا المحاضرات بتاعته كامله، لان دي من الحاجات اللي هي السريه. وبعد بقى ما تم اغتياله طبعا بعديها بفتره، وهو فضل يعني هارب فتره عشان عارف ان هو عدى خطوط حمراء. اوكي، والعالم ده عالم كبير جدا وله تاريخ يعني مشرف، مش حاجه يعني. وفي بقى كذا عالم غيره اشتركوا في توثيق هذا الموضوع. من ضمنهم برضو عالم اسمه فالنتين. العالم ده تم اغتياله لانه سرب حاجه مهمه جدا، بس ما فيش مجال لفتحها دلوقتي، عن المشروع السري الفضائي الخاص بامريكا. اوكي، النقطه بس اللي انا عايزه
اتكلم فيها قبل نهايه الحلقه. يا جماعه الموضوع ده ارجوكم ان انتوا بلاش رفض، لان انا لن اخرج عن السياق العلمي ولن اخرج عن السياق الديني، والموضوع ده انا قعدت فيه سنين كتير جدا عشان ابحث وراه علميا، وعايزين نتكلم على كائنات جو في الارض ومن منظور ديني ومتوافق. وللاسف الادله في القران قد كده، والادله في الحديث، والادله في اقوال التابعين، ولا نبحث ولا نعمل عقولنا، لان الموضوع ده غيم علينا وقصد ان هو يغيم علينا تماما، ويتهم اي من يفتحه بان هو مجنون بيخرف بيشوف افلام كتير يتم التنكيل بيه، ده اقل قليل يتم التنكيل بيه. لكن يا جماعه اللي انا يعني نفسي الناس تفهمه ان في مخطط، عشان ما فيش وقت في الحلقه الكلام ده هنشرحه اكتر، في مخطط لعمليه غزو فضائي. الغزو الفضائي دي لها عده اهداف. ناسا صارفه ملايين مملينه، ها، وكل الفيديوهات دي معايا بس مفيش وقت ليها دلوقتي، ممكن لما انزلها لكم لما في الحلقه الجايه باذن الله، وكل اللي اتكلمت عنه ده هنشوفه ان شاء الله لو في وقت. اوكي، لكن هي النقطه ان ناسا صارفه مليارات على علمائها للترويج. ها، هم ما يعرفوش يضربوا الاديان من الاساس، بيضربوها من الداخل عن طريق تدمير اساسات. هم عايزين يضربوا فكره الاله. هم بيرسخوا حوالين العالم دلوقتي ان احنا كل اللي عايشين فيه ده اكذوبه، وان احنا تم تصنيعنا تهجينيا من قبل كائنات اكثر منا تطورا. وهنتكلم على ماهيه هذه الكائنات، لان للاسف كان معايا حاجات مهمه جدا بس مفيش وقت، يعني عن جنس الرماديين، عن جنس الزواحف من هم، وعن الاجناس اللي هي جوف ارضيه. يا جماعه انا ما خرجتش عن سياق الانس والجن. الناس اللي هتعترض وتقول القرآن ما قالش، لا القرآن قال وبالعكس، واتكلم عن الدواب في الأرض، واتكلم عن شر الدواب التي لا اللي تصم البكم، رغم هم دول مقصودين بيهم لأنهم لا يتحدثون، وإن دي شر الدواب أصلا. وليه هم شر الدواب؟ وليه هم أعتى من الأنواع السفلية؟ وليه موجودين على أرضنا؟ كل الكلام ده عايز يتفتح بوقت. لكن اللي انا نفسي الناس تفهمه، هم بقى هم ناسا بس كملي عشان تقولي ليه بيعملوا حرب فضائيه، ليه حرب؟ ناسا بترسخ لموضوع ان وده مش، انا مش بقولش الكلام ده اعتباطا، ده كبار علمائها، اديكوا كل الادله. كبار علمائها بقى لهم كذا سنه بيرسخ حول العالم. يعني مثلا تيجي تقول ايه، احنا لقينا بلوكات جينيه جايه من نيزك، من اصل مثلا حجر نزل من نيزك من الفضاء. اوكي، تبتدي تعمل لك فرضيات علماء كبار، وعلى فكره مشترك معاها معهد كبير اسمه ستانفورد. المعهد ده بتصرف عليه مليارات، وبياخد كبار علماء لترسيخ هذه الافكار. اوكي، ان الجين يمكن صناعته وليس الهيا، ودي طبعا من احد الحاجات التخريفيه. الجين اصبر اغواره، لكن لا يمكن صناعته عشوائيا، وانك انت تصنع اجيال كامله عشوائيا، فهذا صنع الله. هم عايزين يضربوا صنع الله. اوكي، هم بيرسخوا حوالين العالم ان احنا طبعا الفكره دي فكره شيطانيه اللي هي بتاعت أيوة. دي فكره الشيطان يعني. ايوه يعني بس هي النقطه بقى اللي انا عايزه الناس تهتم بيها. يا جماعه كل واحد مكذب، وارجوكم لا تكذبوا هذا الامر، لان للاسف وفي علماء متخصصين وفي علماء عرب كتير جدا المفروض يطلعوا اعلاميا، لانهم عملوا شغل عظيم جدا وهم ذكروا الحاجات دي واكتر منها، لكن يخشون من الظهور الاعلامي نتيجه لهذا الهجوم. ويا جماعه الكلام ده موثق دينيا وعلميا، وبالعكس ده ربنا حذرنا منه، وهنشوف واقوال سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، واقوال ابن عباس وعلماء المسلمين، وكل دول اتكلموا، وانا يعني جمع الحاجات دي فاعذروني ان الموضوع كبير. لكن النقطه ان هم بيرسخوا الموضوع ده ليه؟ بيرسخوا الموضوع ده لاكثر من سبب. اولا ضرب فكره الاله، لان هم ابتدوا ان هم يرسخوا حوالين العالم ان احنا تم صناعتنا او تم تهجيننا وتم تطويرنا جينيا عن طريق هذه الكائنات الاعقل مننا. تاني حاجه الخوض في حروب الاباده، ومخطط الغزو ده مع احترامي للجميع كل منكر وكل كذا. انا كنت عارفه ان موضوع مثلا ضرب لندن ده خرافه، موضوع نهايه العالم خرافه، لكن يا جماعه موضوع الغزو الفضائي، وانا يعني اسمحوا لي ان انا اقول لكم يعني من القران، اقول لكم كلمه وستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله، لان موضوع الغزو الفضائي قادم لا محاله، سواء تاجلت اجندته او جاءت، لكن هذا موضوع في غايه الاهميه. طيب وقتنا انتهى. الحلقه الجايه هنتكلم عن ايه؟ عشان احنا عايزين نكمل. والله هو يا ريت نكمل الموضوع ده، لان عايزين طب هنكمل ده لما نكمله، بس هنكمل ده دلوقتي. يعني هنكمل دلوقتي نشوف بقى الفيديوهات بتاعته بقى، الصور والفيديوهات والموضوعات دي كلها، والكائنات اللي في جو في الارض، والقواعد الجوف ارضيه، وفيليب شنايدر ومحاضراته وكل حاجه. دكتوره مايا صبحي، انا بشكر حضرتك جدا جدا جدا، وبشكرك ان النهارده الحمد لله ان احنا ماشيين كويس، ما عملناش لهم الاعتراضات كتير. لا لان انا عندي ادله دينيه تعمل كتب كامله، يعني مش مثلا حاجه او فيها تفسير ده اقوال ابن عباس كمان، يعني كنت عايز اخد وقت عشان اقول
هنتكلم. وحديث نبوي يبقى اذا اراد رب العالمين ان شاء الله الخميس الجاي ان شاء الله، الحلقه الجايه الخميس الجاي زي النهارده، اذا ربنا ادانا العمر هيبقى بنكمل في هذا الموضوع ونوصل للكناديات وكل ما يتكلم فيه القران والسنه والعلماء. دكتوره مايا بشكر حضرتك جدا. شكرا. تصبحوا على خير.